طلبة وطلبات الازهر الشريف. هنا سيدنا محمد حافظ على مين؟ على المجتمع. وفي نفس الوقت في حاجه عايز اقول لك عليها، نقل العاصمه لقرطبه كان واحد اسمه ايوب ابن حبيب اللخمي. هقول عدم التسرع في اصدار الاحكام، حد فيهم قتل الرسول والتاني اعلن اسلامه واتقتل بعدها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حباب قلبي في كل مكان، طلبه وطلبات الازهر الشريف، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بنتكلم مع طلبه ثانيه ثانوي، احنا عارفين انكم مظلومين وعارفين ان احنا مقصرين جدا في الفيديوهات معاكم، بس ده والله العظيم غصب عننا. احنا النهارده عندنا ان شاء الله مراجعه شامله كامله، عندنا حل كل الاسئله المقاليه اللي في كتاب الامتحان باذن الله، واللي في كتاب المصدر بالكامل 2026. سمي الله صلى على سيدنا محمد انت وهي، ويلا بقى بينا نبدا عشان عندنا معجنه اسئله كتيره قوي. يلا بينا زغلين، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنتكلم عليها الاسئله المقاليه في كتاب المصدر. اول حاجه فند العباره الاتيه، فند يعني شوف العباره دي هل هي صح ولا غلط. التحالفات الخارجيه تكون طاره سببا في قوتك وطاره اخرى سببا في نهايتك. كل العباره دي طبعا صحيحه وحقيقيه، فعلا العباره دي حصل عن طريق مين؟ عن طريق اثنين، الغساسنه والحيره. لو انتوا فاكرين معايا مع بعض، الغساسنه كانوا متحالفه مع الروم والحيره كانوا متحالفين مع الفرس، والاثنين كان عندهم ولاء سياسي مختلف، يعني عندهم سياسه خارجيه مختلفه، يعني الاثنين كانوا ضد بعض بس قصاد دوله مع دوله. اللي حصل الاثنين تمت هزيمتهم وتم القضاء عليهم بعد انتصارات المسلمين عليهم، سواء في معركه اليرموك اللي حصلت مع الغساسنه مع الروم وتم الانتصار عليهم، وايضا الناحيه الثانيه مع الحيره مع الفرس. تمام؟ فده كده اول سؤال عندي، فكان ليه اثر ايجابي او كان سبب اسف في قوتك مره، لان انا كنت بتكلم على اقوى قوتين ساعتها، واقوى قوتين عندي كانوا الفرس والروم، كانوا قوه عظمى جدا، كانوا هم اساس القوه سواء للدوله دي او للدوله دي، والاثنين كانوا السبب في مين؟ في القضاء عليهم بعد حروب المسلمين اللي وراه. لم تكن العلاقه بين القبائل العربيه قبل الاسلام تسير على وتيره واحده، يعني على نمط واحد. هقول له العباره دي طبعا صادقه. ليه؟ كان عندي حاجه اسمها ايجابي وعندي حاجه اسمها سلبي. عندي حاجه ايجابي زي حلف الفضول عندكم، تمام؟ نصره المظلوم، الجماعه كل القبائل العربيه قبل الدين الاسلامي وقبل البعثه بتاعت سيدنا محمد، وكان سيدنا محمد مجتمع معاهم كمان، واتقال ان لابد من نصره المظلوم. اما الجانب الثاني عصبيه قبليه سلبيه، الاولى ايجابيه. العصبيه القبليه السلبيه كانت موجوده عندي في حاجتين، الحرب على المياه والمرعى وده يعتبر اقتصادي زي حرب البسوس، وعندي حرب على الاخذ بالثأر زي حرب مين؟ الفجار اللي وراه. تأثر فن العمارة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بالحضارات المجاورة، برهن على صحة العبارة السابقة. طبعا العبارة ديت برضو صحيحة، وهتكلم هنا عن ان العرب فعلا تأثروا بالحضارات المجاورة خصوصا الفرس، وده ظهر عندي في مدينة الحجر بالأنباط اللي هي قوم أو ديار قوم ثمود، اللي هو قوم سيدنا مين؟ صالح، اللي هم حفروا البيوت فين؟ في الجبال اللي وراه. لم يكن العرب في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام على دين واحد، وده حقيقي جدا، اثبت بالدليل صحه القول السابق. هقول لك كان عندي عبادات قليله جدا اللي هي الديانات السماويه اللي هي الابراهيميه او الحنيفيه، ثم اليهوديه، ثم المسيحيه، وكان عندي ديانات وضعيه ودي كانت من الاكثر فيها. كان عندي الوثنيه، وعندي حاجه اسمها الصابئه، وعندي حاجه اسمها المجوسيه. وكنا في الوثنيه كنا بنتكلم على ان كل صنم ليه قبيله معينه خاصه بيه وليه برضه معبد خاص بيه، فما كانش عندي دين واحد اللي وراه. عرف العرب بتباين عاداتهم، او عرف العرب بتباين عاداتهم في ضوء دراستك لقيم عادات العرب في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. قيمها. هقول طبعا كان عندهم في حاجه اسمها عادات ايجابيه وعندهم في حاجه اسمها عادات سلبيه. العادات الايجابيه زي الكرم، زي الشجاعه، زي الوفاء بالعهد، زي نصرة المظلوم. أما العادات السلبية زي وأد البنات، زي الخمر، زي لعب الميسر، زي التنجيم، زي السحر، زي الجن، زي التطير، الحاجات دي كلها بصفة عامة، فكان فيها شيء إيجابي وكان فيها شيء سلبي. كده احنا خلصنا أول مقالي في الدرس الأول. المقال اللي في الدرس الثاني، ما الدروس المستفاده من تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم للهجره الى يثرب؟ طبعا لو اتكلم هنا على الدروس المستفاده، اول حاجه عندي هقول لك حسن إدارة الأزمات أو التخطيط الجيد أو كيفية اختيار الكفاءات. وده حصل عندي إن سيدنا محمد اختار أول حاجة سيدنا علي شجاعته، فلما كان سيدنا محمد لرد الأمانات، عشان سيدنا محمد كان الصادق الأمين من قبل البعثة وحتى بعد البعثة بالرغم من إزاء مين؟ قريش. ثم اتنين هتكلم سيدنا محمد طبعا هاجر هو وسيدنا أبو بكر الصديق، الاتنين راحوا ل غار حراء وقعدوا فيه 3 ايام، ثم خدوا الطرق غير مألوفه عشان قريش ما تعرفهمش عن طريق واحد اسمه عبد الله بن أريكت، وده كان هدف اسمه هدف جغرافي او اقدر اقول عليه هدف فلكي، ثم له علاقه بالفلك، عارف دروب الصحراء. عندي واحد كمان كان مهم جدا اسمه عبد الله بن ابي بكر، دوت كان عنده سرعه عاليه جدا، فكان عنده القدره على الاستطلاع او هدف مخابراتي او حربي او استطلاعي، فكان بيعرف اخبار قريش ويرجع يقول لسيدنا محمد وسيدنا ابو بكر. ثم ستنا اسماء بنت ابي بكر كانت هي تعتمد على الجانب الاجتماعي او التموين او التمويل لسيدنا محمد وسيدنا ابو بكر اللي وراه. قال جعفر بن ابي طالب: ايها الملك، كنا ناكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار. في ضوء نص سابق استخرج كلمه سلبيه ووضح اثرها على المجتمع. طبعا عندي جدا اول حاجه، اول كلمه سلبيه الا وهي اكل الميتة.
واكل الميت سبحان الله ليها جانب خطير جدا كعلميا اصلا، كمان ثبت ان الموضوع ده بيبقى خطير جدا على الجسد. فالموضوع لو مش مذبوح بطريقه اسلاميه فطبيعي بيبقى رايح في حته ثانيه. ثم عندي ناتي الفواحش، فواحش يعني خمر، يعني الزنا، الحاجات دي كلها ربنا يعفو عنا. ثم قطع صله الرحم، ولما اقطع صله رحم يبقى انا لا هشوف خير في دنيا ولا اشوف خير في اخره. ونسيء الجوار، وانا عندي اصلا من شروط الاسلام حسن مين؟ الجوار. انا جاري لو انا باذيه فاعرف ان انا اصلا مش هخش الجنه. فطبيعي دي كلها قيم سلبيه كانت موجوده فين؟ جوه المجتمع. بالمناسبه اللي قالها سيدنا جعفر امام النجاشي لما كان بيتكلم قدامه، لما سيدنا عمرو بن العاص قال له احنا عايزينهم او ناخدهم. حدد وجه الاختلاف بين هجره المسلمين الى الحبشه وهجرتهم الى يثرب. اولا اول اختلاف هقوله، هجره المسلمين الى الحبشه اللي حصلت في مرتين، في مره في العام الخامس ومره في العام السابع، بسبب شده ايذاء قريش للمسلمين، وكانت ليها هدف الا وهو لجوء سياسي ولجوء ديني اللي هو الحفاظ على الدعوه الاسلاميه. وسيدنا محمد عرفهم ان الراجل دوت او نجاشي الحبشه رجل عادل يتصف بالحكمه وروحوا له. سيدنا محمد ما راحش معاهم بالمناسبه. اما الهجره الى يثرب فبرضه هقول كان فيها سبب مشترك مع ديت، هو بيقول لك وجه الاختلاف. وجه الاختلاف طبيعي جدا معروف ان دي كان ليها امر الهي. يعني امر الهي ان سيدنا جبريل ارسل من الله لسيدنا محمد وقالوا انك لازم تهاجر، وده بسبب شده ايذاء برضه قريش على سيدنا محمد، وفي نفس الوقت كانوا بيتامروا المره الثانيه في دار الندوه على قتل سيدنا محمد. وهنا كان امر الهي لبدايه بقى ظهور وانتشار الدين الاسلامي في المدينه وتكوين الدوله الاسلاميه اللي وراه. تمام نقلب. وطبعا كان هنا برضو في حاجه الهجره ليثرب برضو احنا ممكن نقول عليها ان الهجره ليثرب كان فيها مبايعه، سواء البيعه الاولى في العام ال 12 والبيعه الثانيه في العام ال 13، والاثنين كانوا بيبايعوا سيدنا محمد، وان اهل يثرب كانوا مرحبين جدا بالدعوه الاسلاميه. تعالوا بقى نحل اسئله مقاليه بصفه عامه، وعندي كذا سؤال. السؤال الاولاني عندي بيقول لك 9 منظمات المجتمع المدني حاليا لتحقيق التكافل الاجتماعي استنتج سياسات الرسول التي تؤكد على تحقيق هذا المبدا السابق. عندي حاجتين بياكدوا على دوت. التكافل الاجتماعي لما حصل اللي هو انقاذ المستضعفين اللي هم كانوا العبيد، لما كان بيتم شراء العبيد ويتم تحريرهم، ده كان حصل قبل الهجره. بعد الهجره كان في عندي حاجه اسمها صحيفه المدينه لو انتم فاكرين، وحصل فيها حاجه اسمها المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، ان المهاجرين على ربيعتهم تمام، وان المؤمنون اخوه، وحصل هنا تكافل. لما انتم فاكرين ان كان تكافل اجتماعي لما تم الانصار قال لك احنا كل حاجه نقسمها بالنص مع المهاجرين، فده بيدل على مين؟ على التكافل الاجتماعي اللي وراه. ما رايك في مصداقيه العباره الاتيه؟ اثرت الطبيعه الاقتصاديه لليمن على علاقتها باليهود بالاوس والخزرج. هو طبعا العباره صادقه، ده اولا. هقول اثرت الطبيعه الاقتصاديه بسبب انهيار سد مأرب، وده كان يعتبر المصدر الاول والاقوى بالنسبه لسكان اليمن، فحصل هنا عندي هجره اجباريه او هجره طبيعيه بسبب انهيار سد مأرب، فهنا تم القضاء على نشاطهم الاساسي الا وهو الزراعه، فراحوا قعدوا في يثرب. في بدايه الامر كان اليهود اعلى منهم كمكانه في المجتمع، فرحبوا بيهم وقالوا مفيش مشكله اقعدوا معانا وفي تعايش سلمي، وهيبقى عندنا في حاجه اسمها دفاع مشترك او مشتركه، دفاع مشترك او مواطنه. اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان اليهود لقوا ان المكانه الاقتصاديه والاجتماعيه بتاعت الاوس والخزرج بدات ترتفع في المدينه، فاستخدموا معاهم سياسه اسمها فرق تسد. يعني فرق تسد يوقعوا ما بينهم وبين بعض، فحصل ان الاوس راحوا مع قبيلتين، بني النضير وبني قريظه كانوا معاهم، اما بني قينقاع كانوا مع مين؟ كانوا مع الخزرج، وتم الصراع ما بينهم. دل على صحة العبارة الآتية: تم بناء القوة التي تدافع عن المدينة بناء على تخطيط ومنهج علمي وليس وليد الصدفة. طبيعي جدا العبارة صحيحة. أقول برضو العبارة صحيحة اللي هي الجيش لابد الحق من قوة تحميه، واحنا اتفقنا مع بعض ان انا عندي دوله اسلاميه، خلاص بقى عندي الاداره المركزيه للدوله اللي هي بتدير شؤونها السياسيه والعسكريه وكل حاجه موجوده عندي، وعندي بناء اجتماعي حصل، وعندي بناء اقتصادي حصل، فطبيعي جدا منتظر ايه؟ ان انا لازم حاجه تامنني سواء من الاخطار اللي ممكن تحصل لي من جوه او الاخطار اللي تحصل لي من بره. فاول حاجه في السنه الاولى هقول تم احصاء الرجال القادرين على الحرب. 2 تم تدريب المسلمين على التسليح وعلى التخطيط وعلى حمل السلاح وعلى التدريب، وكان من اشهرهم سيدنا جعفر بن ابي طالب، سيدنا عثمان بن عفان، كتير جدا جدا من المسلمين كانوا موجودين معايا في الموضوع دوت، فطبيعي الموضوع لم يلد صدفه. لورا حدد اسباب الوفاق بين اليهود والقبائل الموجوده في يثرب قبل تحسين اوضاع الاوس والخزرج. هقول بقى اسباب الوفاق ان كانوا اليهود اصلا ايه؟ اليهود اصلا كانوا عندهم مكانه اقتصاديه مرتفعه، فبالبلدي كانوا هم الاغنياء، كانوا هم الاعلى، فقال لك احنا مفيش مشكله بالنسبه لنا، انتوا زي ما انتوا بقى بدينكم مش هنجبركم على دين، ده اولا، وبيننا تعايش سلمي، بس في حاجه عندي، في حاجه اسمها دفاع مشترك ومواطنه، يعني لو حصل عندي حرب احنا الاثنين نخش فيها مع بعض، مين؟ مع اي حد يحارب المدينه، فطبيعي كانت مكانتهم مرتفعه. جه بقى بعد مرحله الوفاق مرحله الصراع، ان المكانه بتاعتهم بدات تنخفض، فاللي حصل ان هيبداوا يقلبوا على الاوس والخزرج ويوقعوا منهم عن طريق سياسه اسمها فرق تسد اللي وراه. دليل على صحه العباره الاتيه: تؤكد صحيفه المدينه الدستور على حقوق المواطنه. اقول طبعا صح، العباره صحيحه. وهو اصلا صحيفه المدينه اتعملت عشان تنظيم العلاقات بين الافراد وخصوصا اهل الذمه، وطبعا كان عندي لا اقدر اجبرهم ولا يتم فيهم جبر، كان ترك الحريه المطلقه للعباده
وللدين والاستقلال المادي او الاستقلال المالي، ان كل طائفه كان ليها الفلوس الخاصه بيها وشغلها ودنيتها، لكن الحاجه الوحيده اللي كانت مشتركه بينهم الا وهي الدفاع المشترك او المواطنه. ده ساعتها كانت تبقى دي الحاجه ايه الواحده اللي بتدل على الدفاع المشترك او المواطنه. العصبيه القبليه من العادات السلبيه عند العرب قبل الاسلام، وضح سياسات الرسول للقضاء عليها. طيب لو هتكلم على العصبيه القبليه عند العرب قبل الاسلام، الرسول قضى عليها ازاي؟ ده في المدينه. ازاي؟ لما الرسول اخى بين الاوس والخزرج، ده اول حاجه، وتم القضاء على الحروب واخرها كانت يوم بعيث، وتم القضاء على فتنه اليهود. وتاني حاجه الرسول اخى بين المهاجرين والانصار، وده ادى الى تقويه الجبهه الداخليه، وده ادى الى وحده الامه، وده ادى الغي ماشي، وده ادى الى لأم الصدع، يعني المسلمين اصبحوا ايد ايه واحده او كيان واحد ضد اي خطر موجود عندي. فده كان ليه اثر اجتماعي وكان ليه اثر ثقافي عالي قوي قوي قوي. اللي وراه السؤال اللي وراه على طول بيقول لك ما رايك في مصداقيه العباره الاتيه شهدت يثرب صراعات دينيه بين اليهود والقبائل العربيه قبل الاسلام؟ هقول له العباره ديت غير صادقه. ركزوا بقى معايا زغليل بعد اذنكم، تمام؟ هنا العباره دي غير صادقه. ليه؟ لان الصراعات لم تكن صراعات دينيه ولكنها كانت صراعات اقتصاديه. بدليل احنا قلنا مع بعض ان الاوس والخزرج لما راحوا يثرب في الاول خالص اليهود تعاملوا معاهم كويس جدا، لان كانوا هم كمكانه اقتصاديه مالهم مرتفعين ولم يجبروهم على الدين. خلاص يبقى صراع اقتصادي. اللي حصل بعد ما قعدوا واستقروا بدات المكانه الاقتصاديه بتاعت الاوس والخزرج مالها ترتفع واليهود تنخفض، فده تهديد ليهم. عشان كده استخدموا معاهم سياسه اسمها فرق مين تسد. اللي وراه يقول علماء النفس ان البيئه تاثير على سلوك وتصرفات الانسان، حدد اثر ايجابي واخر سلبي من خلال الهجرات الى يثرب قبل وبعد الاسلام. لو هنتكلم على الاثر السلبي اللي هي هجره الاوس والخزرج الى يثرب نتيجه الهجره الطبيعيه او الهجره الاجباريه اللي حصلت من مين؟ من اليمن، وده ترتب عليه ان كان في صراع اقتصادي وسياسي على المكانه الاقتصاديه والاجتماعيه بين اليهود وبين الاوس والخزرج بعد ارتفاع مكانه الاوس والخزرج اللي كانت موجوده هناك. فاستخدموا معاهم سياسه اسمها فرق مين تسد، استخدموا معاهم الوقيعه، فانضم اليهود الاثنين اللي هو بني قريظه وبني النضير مع الاوس، ثم بني قينقاع مع الخزرج، وتم او حصل صدام وقعدت الحروب دي كتيره جدا واتاثر كتير جدا من الطرفين. اما الشيء بقى الايجابي هو هجره سيدنا محمد من مكه الى يثرب. تم القضاء على العصبيه القبليه السلبيه، تم القضاء على الفرقه بين الاوس والخزرج، وتمت المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، وتم نشر التسامح، وتم نشر المساواه والعداله، وتم نشر الدين الاسلامي. فده شيء ايجابي وده شيء سلبي. اللي وراه السؤال رقم 9 بيقول لك سياسه فرق تسد سياسه استخدمها اليهود مع القبائل العربيه لاستعاده مكانتهم في يثرب، ووضح اساليب اليهود وتنفيذ تلك السياسات. هو اول حاجه عندي ان اليهود استخدموا سياسه اسمها فرق تسد، ودي سياسه قائمه على اثاره الفتن والعداوه والتفرقه والتمزيق بين الاوس والخزرج لتحقيق اهداف اجتماعيه الاول ولا لا اقتصاديه ثم اهداف سياسيه عشان المكانه بتاعتهم ثم المكانه الاجتماعيه. اللي وراه القدره على مواجهه الازمات من صفات القائد. كيف ظهر ذلك؟ من خلال سياسات الرسول لمواجهه العقبات التي تعرض لها المهاجرين. سيدنا محمد طبعا عمل كذا حاجه. اول حاجه عندي احيا الارض، وقال لك من احيا ارضا فهي ملك الله. وطبيعي احنا كنا بنتكلم عشان المهاجرين شغالين في ايه؟ في التجاره بس، اللي هم مين؟ قوم او اهل مكه، فما يعرفوش اي حاجه على الزراعه ولا الصناعه. فهنا لما يحصل عندي سيدنا محمد كده قاصد يعمل حاجه اسمها التوسع الافقي للارض الزراعيه، منها انتاج يزيد فيكفي العدد الكبير جدا اللي موجود، ومنها الصحراء تتبدل كلها الارض زراعيه فيبقى عندي اكتفاء ذاتي. 2 سيدنا محمد عمل على استقرار دوله المدينه. ازاي؟ عن طريق انشاء سوق المناخه. وهنا هيبدا سيدنا محمد يعالج القصور اللي كان موجود عند المهاجرين، يعني يرجعهم للشغل بتاعهم اللي هم عارفينه الا وهي التجاره. ثم يحصل عندي حاجه اسمها التنميه المستدامه عن طريق تنظيم الري، فيبقى عندي حاجه اسمها تنميه مستدامه، فانا عندي استقرار داخلي، فانا عندي اجيال قادمه جديده. فكل دوت يتحط تحت مين؟ حل الازمات. اللي وراه بين اوجه الشبه بين حلف الفضول وصحيفه المدينه التي اقرها الرسول. هقول ان الاثنين كانوا يستخدموا لنصره المظلوم، والاثنين كانوا بيتكلموا على حقوق الانسان، والاثنين كانوا بيتكلموا على المساواه واقرار العدل. اللي وراه أي صحة العبارة الآتية اتسمت أدوار المسجد في مجتمع المدينة بالتعدد والتنوع. هقول له العبارة صحيحة. عندي كام دور للمسجد؟ عندي 5. أول حاجة عندي مركز سياسي وعسكري لإدارة شؤون البلاد ودي سلطة تنفيذية. 2 عندي المسجد يعتبر مركز لنشر العلوم. عندي المسجد يعلم المسلمين تعليم الدين الإسلامي. عندي المسجد مأوى للصحابة. عندي المسجد التقاء بين المهاجرين والأنصار. والدور الوحيد اللي كانش موجود في المسجد ألا وهو الدور الاقتصادي. اللي وراه تهديد الامن القومي يعد اهم الاخطار التي تواجه المجتمعات. حدد جهود الرسول لتحقيق الامن القومي للمدينه. طبعا ما دام بتكلم على امن قومي انا بتكلم على جيش على طول وانا مغمض عينيا. هرجع تاني اقول اهو لابد من الحق لقوه تحميه. تم انشاء الجيش بناء على تخطيط مسبق.
او تخطيط وليس بالصدفه. احصاء الرجال القادرين على الحرب في السنه الاولى. 2 تدريبهم على الاساليب القتاليه. 3 تدريبهم على التخطيط وعلى التسليح واستخدام السرايا والبعوث قبل الغزوات. حدد اسباب الوفاق بين اليهود والقبائل العربيه الموجوده في يثرب قبل تحسين اوضاع الاوس والخزرج. يبقى انا هقول اسباب الوفاق بسبب ارتفاع المكانه الاقتصاديه بالنسبه لليهود، فبالتالي عاشوا مسالمين ولم يجبروا الاوس والخزرج على دخول الدين، ولكن كان في ما بينهم حاجه اسمها اتفاق مشترك اللي هو مبدا المواطنه او التعايش السلمي. السؤال اللي وراه بيقول لك ما تقييمك لمصداقيه العباره حقق بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اهداف متعدده؟ طبعا الاجابه هقول طبعا العباره صادقه، وده نفس السؤال اللي انا لسه متكلمه هنا. حقق دور ديني، وحقق دور سياسي، وحقق دور عسكري اللي هي سلطه تنفيذيه، وحقق دور علمي، وحقق دور اجتماعي، وحقق دور ثقافي. زي ما احنا قلنا سلطه تنفيذيه اداره شؤون البلاد، بجهز منه للخروج في حرب، بنظم منه الدوله، مركز لنشر العلوم وتعليم الدين الاسلامي، بدور كده جانب اجتماعي، عندي مأوى للصحابه المهاجرين، عندي التقاء بين المهاجرين والانصار، ثم عندي ليه دور كتير جدا ما عدا الدور مين الاقتصادي اللي وراه على طول. طيب اللي وراه احنا بقى بننتقل مع بعض اللي احنا فاهمين. احنا بناخد درس في كتاب المصدر، على كل درس بناخد جزء، وبعد كده نحل على الكامل كله مع بعضه دلوقتي ان شاء الله. الاسئله المقاليه. اول سؤال: اي صحه او خطا العباره الاتيه تاريخيا؟ حاول عرب الشام فرض حصار اقتصادي على المدينه في محاوله للقضاء على الدوله الاسلاميه. تمام، كمل بقى. تعد المدينه اقدر من مكه على مواجهه اخطار الحصار الاقتصادي. طب الاول نحل ده، هو ده شبه ده. طبعا اول سؤال هقول لك العباره صحيحه. حاول عرب الشام فعلا فرض حصار اقتصادي على المدينه عن طريق الاعتداء على التجار المسلمين، والاعتداء على التجار اللي رايحين من المدينه للشام، او الاعتداء على التجار اللي رايحين من الشام على المدينه. فهنا بيحصل عندي فرض حصار مين؟ اقتصادي. وطبعا ضايقوا الدعاء زي ما احنا ما قلنا، بس هو هنا بيتكلم على فكره اكتر على مين؟ على حصار اقتصادي. فانا هبعد عن الدعاء شويه، وهبعد عن قتل رسول سيدنا محمد، عشان ده يعتبر اصلا ليه جانب سياسي وعسكري. لان قتل الرسل معناها ايه؟ قتل الرسل معناها اعلان حرب. فانا هقول دي الاول واجيب الباقي كله وراها زي ما احنا اتفقنا مع بعض. يبقى هو اللي بيتكلم على الحصار الاقتصادي الاول، فانا اقوله ثم اجيب كل حاجه متعلقه بمين؟ اللي حصل من شرحبيل ابن عمرو الغساني لما قتل الرسول سيدنا محمد، ثم طبعا تهديد المسلمين، ثم حاكم دمشق طبعا برضو هدد ان هو ممكن يحاصر المدينه، ثم قتل حاكم مدينه معان بعد اسلامه، ثم التضييق على الدعاة المسلمين اللي وراه. تعد المدينه اقدر من مكه في مواجهه اخطار الحصار الاقتصادي. هقول العباره دي صحيحه. ليه؟ اولا المدينه عندها تنوع في الشغل. يعني ايه؟ المدينه عندها واحه زراعيه، احنا متفقين مع ده، يعني عندها ارض خصبه تزرع فيها، وعندها موقع تجاري متميز. بتعتمد عليه اكتر ولا الزراعه بس ده بديل عندها، لان اي حد معدي من فوق من الشام لازم ينزل على مكه ثم المدينه ثم الطائف، والعكس اللي طالع من اليمن لازم يعمل ده. اما مكه معتمده على حاجه واحده بس، مكه تجاريه بجانب المكانه الدينيه. يعني مكه عندها اسواق، مجنز المجاز، مكه عندها طريق القوافل رحله الشتاء والصيف. فكانت مكه ما عندهاش امن غذائي عكس يثرب لو حصل عليها حصار كده كده عندها اللي مكفيها جواها، فطبيعي الاجابه صح. السؤال وراء اي صحه او خطا العباره الاتيه تاريخيا لم تتوقف الاخطار التي واجهها المسلمين بالهجره الى يثرب؟ هقول طبعا العباره صحيحه. ليه؟ بدليل. حصل عندي خطرين. اول حاجه عندي المنافقون، وده يعتبر خطر داخلي، واليهود يعتبر خطر داخلي. والمنافقون تمثل في الحرب النفسيه، تمثل في حادثه الافك، تمثل في الهروب من المسلمين سواء في غزوه احد بثلث الجيش، او حتى الهروب من المسلمين في غزوه الاحزاب. لم يشاركوا في غزوه تبوك. اتحادهم مع اليهود، يعني كانوا بيحرضوا اليهود على سيدنا محمد، واتحادهم مع قريش عن طريق راس المنافقين عبد الله ابن ابي ابن سلول. وعندي اليهود طبعا عملوا حاجات كتير جدا مع سيدنا محمد، من ضمنهم ان هم حاولوا يسموه وحاولوا يقتلوه. يهود بني النضير، بني قريظه، الخيانه العظمى في غزوه الاحزاب اللي هم تعاونوا مع المشركين ضد سيدنا محمد، بنو قينقاع في القضاء او في انتهاك امان المراه المسلمه. لما حصل ان واحد يهودي عمل حاجه معينه مع المراه مسلمه وشد لها اللبس كله بطريقه معينه، فحصل ان المسلم قام سرع عليها، فاليهودي قتله هوب، فده قتل، فالدنيا وصلت الموضوع ده كله بصفه عامه. فدي اخطار مالها داخليه. اما الاخطار الخارجيه فهتكلم على قريش وهتكلم على الروم. قريش ما سكتتش خالص، قعدت تحارب في سيدنا محمد وكل شويه تعمل معاه موضوع معين والروم هكذا. غزوه مؤتة، غزوه تبوك. فانا هنا لو اتكلمت على العباره دي تقول العباره صحيحه طبعا، ولم تتوقف الاخطار بل اشتدت الاخطار اكتر اللي وراه. اقرا النص المقابل ثم اجب على. يقول جابر بن عبد الله الانصاري: كنا في غزوه فكثح او ركل رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، فقال الانصاري يا للانصار، وقال للمهاجرين يا للمهاجرين. يعني واحد ضرب واحد من الانصار، وواحد ضرب المهاجرين، ضرب واحد من الانصار، فده استدعى الانصار وده استدعى المهاجرين. ثم فسمع رسول الله ذلك فقال ما بال دعوة الجاهلية، وقال دعوها فإنها منتنة.
فسمع عبد الله ابن سلول رأس المنافقين لما حدث فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر آسف ابن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله دعوا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تعال بقى معايا على ما يدل موقف الرسول من المنافقين. هقول لك أول حاجة إن موقف الرسول إن الرسول كان حكيم جدا، وإن الرسول كان هنا بيستخدم سياسة عشان لا يقال أنه قتل أصحابه. وهنا ممكن يحدث تفكك للمجتمع المدني زي ما كان ممكن يحدث تفكك للمجتمع المكي لو كان سيدنا محمد رد الإيذاء بالإيذاء. فهنا سيدنا محمد حافظ على مين؟ على المجتمع. وفي نفس الوقت في حاجة عايز أقول لك عليها، سيدنا محمد كمان حذر منهم وقام بتفتيت تجمعهم وقال لهم ان الناس دي هيبقى لهم خزي في الدنيا ولهم عار في الاخره. تعال بقى نكمل. ما اهداف عبد الله بن ابي بن سلول؟ طبعا هدف واضح جدا، الا هو القضاء على الدوله الاسلاميه ومحاوله الواقيعه بين المهاجرين والانصار. وده يتشابه حتى مع مسجد ضرار اللي هو عمله، لانه كان عايز يحدث فتنه بين المهاجرين والانصار لانه كانوا منافقين. كيف نستفيد من موقف الرسول في اخماد الفتنه؟ طبعا لازم نقول التريث والحكمه في حل اي مشكله. يا جماعه الهدوء حلو، العنف والخناق مش هيوصل لحاجه، لكن الهدوء يوصلني ان انا اقدر احل اي مشكله. فانا هنا ممكن اتعلم من سيدنا محمد الهدوء والسكينه والحكمه في حل اي مشكله. تمام. السؤال اللي وراه على طول ازغري، صلي على النبي انت ويا حبيب قلبي. ماشي يلا اللي وراه اقرا النص السابق ثم اجب، يعني اقراه ثم اقول. توفى عبد الله بن سلول راس المنافقين عليه لعنه الله عام 9 هجريا، فجاء ابنه عبد الله الى النبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيك مصاه يكفن في اباه، فاعطاه الرسول ثم ساله ان يصلي عليه فصلى عليه. فقال عمر تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه يا رسول الله. فقال رسول الله انما خيرني الله. فقال عمر انه منافق. فقال فصلى عليه يا رسول، فانزل الله ايه فعلا في القران طبعا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. تعال بقى معايا بالراحه. بقول لك ده عنوان مناسب لهذا المقول. اول حاجه هقولها ممكن اقول التسامح الديني، سيدنا محمد عنده تسامح ديني وعنده عفو. 2 بما تفسر استجابه الرسول لعبد الله ابن راس النفاق؟ هقول اول حاجه حلم وطيبه ورأفه سيدنا محمد. خد بالك احنا اتفقنا مع بعض ان في مهنه كانت مهمه جدا ان هي مهنه الراعي. علمت سيدنا محمد ايه؟ تحمل المسؤوليه، ده وضع تاني، لكن علمته ايه؟ اللين والرأفه وطيبه القلب والدفء. فطبعا دي حاجه حلوه. دلل قام المجتمع الاسلامي في المدينه على الشورى وحريه الراي. طبعا هقول لك ده شيء ايجابي يؤدي الى تماسك الجبهه الداخليه للمجتمع المدني، يؤدي الى وحدته واتحاده، ويؤدي الى استقرار المجتمع، لان يعني كل حاجه بالشورى، والشورى حلوه. حتى بيقول لك ايه؟ ما خاب من استشار، يعني استحاله حد يستشير حاجه ويخيب، استحاله والله. اللي وراه صلي على النبي يا حبيب قلبي. اللي وراه بيقول لك حدد وجه الارتباط التغليل بين صلح الحديبيه وغزوه مؤتة. طبعا في حاجه كبيره جدا اللي حصل بعد صلح الحديبيه، وتم توقيع صلح الحديبيه وتوقف الحرب بين المسلمين وقريش لمده 10 سنين. سيدنا محمد ارسل الكتب والرسل الى ملوك الشام، واللي حصل من ضمنها ان شرحبيل ابن عمرو الغساني اتى الرسول سيدنا محمد الا هو الحارث بن عمير، وقتل الرسل ده معناها اعلان حرب. سيدنا محمد جهز الجيش، وعلى طول ورا فتح مكه اللي حصل تم استدعاء الجيش لقياده غزوه مين؟ مؤتة. وغزوه مؤتة حصلت بعد الفتح على طول. واقدر اقول ان وتخيل غزوه مؤتة كان فيها 3000 قصاد 100000. 3000 قصاد 100000. طبيعي في فرق شاسع. عندي 3 قاده وتم استشهاد 3 قاده بالكامل. الحرب قعدت 8 ايام لحد اليومين الاخرانيين او اليوم السادس سيدنا خالد بن الوليد تولى بمشوره المسلمين. اما ال3 القاده التانيين كان سيدنا محمد اللي معينهم. وظهور كفاءه وقدره ونبوغ خالد بن الوليد في المعركه ديت عن طريق الكر والفر والخداع الاستراتيجي. فطبعا في علاقه، لان كان في سبب مباشر هنا الا وهو قتل الرسول سيدنا محمد. اللي وراه السؤال اللي وراه بيقول لك استنتج الاسباب التي ادت الى فشل الروم في القضاء على الجيش الاسلامي اثناء الصدام بينهم في غزوه مؤتة. ابسط حاجه خالص هقول الاسباب هي ذكاء ودهاء خالد بن الوليد في قياده المعركه، اللي كان بيودي الميمنه ميسره والميسره ميمنه واللي قدام ورا والورا قدام. فالروم كانوا معتقدين ان المسلمين بيجي لهم دعم على طول، لكن طبيعي كل شويه الوجوه بتتغير، فده خلاهم يشوفوا ان المسلمين هيبقوا حاجه ثانيه. اللي وراه استنتج الاثر النفسي، تفرق بقى ماشي. اثر النفسي لغزوه مؤتة. هناك فوق كمان ممكن اقول الاثر اللي اتعرف عليه ان انا اصلا فوق اتعرفت على خطط وتقاليد الروم في الحروب اللي موجوده عندي. فده كله يفرق. استنتج الاثر النفسي. الاثر النفسي بقى حاجه تانية، رفع معنويات المسلمين، ده اول. 2 زعزعت هيبه ثقه الروم، او زعزعت هيبه الروم عند العرب. الروم كمان كان لهم هيبه كبيره جدا، قلت لك قوه عظمى، فتم زعزعه الثقه دي عند مين؟ عند العرب، ان احنا نقدر عليهم، ان احنا نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. ثم طبعا الروم استعجبوا جدا من قوه وبساله مين؟ الجيش الاسلامي. اللي وراه
طيب السؤال الاولاني في المقال بيقول لك اي صحه العباره الاتيه تعددت مظاهر عداء الروم وحلفائهم للدوله الاسلاميه في المدينه. هقول لك العباره صحيحه طبعا. اول حاجه عندي اقول تم استخدام حصار اقتصادي عن طريق تضييق الخناق على التجار والاعتداء على التجار اللي رايحين من الشام للمدينه او من المدينه الى الشام. هقول 2 تم قتل رسول سيدنا محمد وقتل اي رسول بمثابه اعلان حرب على الدوله زي اللي هو سيدنا حارث بن العمير. ثم عندي تم مضايقه وقتل الكثير من المسلمين من الشام الذين دخلوا في الاسلام. وتم ايضا الاعتداء على الدعاة في وادي القرى وتم قتل حاكم معان بعد اسلامه لوراه. اظهر موقف الرسول عليه الصلاه والسلام عند دخول مكه العديد من القيم الاسلاميه. اول حاجه عندي اقول العفو عند المقدره والتسامح والعصبيه القبليه الايجابيه وان الاسلام دين السماحه. لما حتى قال لهم ماذا تروني اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم ابن اخ كريم. فقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء اللي وراه. اتخذ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عده اجراءات لمواجهه اعداء الروم. اقول برضو العباره صحيحه وطبعا دي العباره صحيحه برضو. اول حاجه عندي الرسول هيبدا يدي عده اجراءات لفرض هيبه الدوله. تامين الدعاة، بعد كده هيبقى عندي تامين التجار، ثم الرسول هيخش معاهم في معارك كبرى زي غزوه مؤتة او غزوه تبوك اللي وراه. السؤال اللي وراه عطيه الزغاليل بيقول لك حدد العلاقه بين صلح الحديبيه وتغيير سياسه الرسول تجاه المشركين. ركز بقى معايا انت وهي ايه حبايب قلبي ازهر، ركزوا معايا. حدد العلاقه بين صلح الحديبيه وتغيير سياسه الرسول تجاه المشركين. طبعا اللي حصل تم نقض صلح الحديبيه بعد ايه؟ صلح الحديبيه اصلا كانوا متفقين عليه ان احنا هنوقف القتال 10 سنين. من اراد ان يدخل في حزب محمد يدخل، من اراد ان يدخل في حزب قريش فيدخل، ولكن من اراد ان ياتي قريش يجي من المسلمين. يعني اللي عايز يرجع كافر تاني ماشي، لكن اللي يروح من الناحيه الثانيه لا. وده كان طبعا ليه هدف سياسي وبعد تاني خالص سيدنا محمد كان عايزه منه. اللي حصل تم نقض صلح الحديبيه ازاي؟ عن طريق ان قبيله بكر هجمت على قبيله خزاعه اللي تبع سيدنا محمد وقتلت حد منه، فطبيعي تم نقض مين؟ الصلح. فابو سفيان راح يتحايل على سيدنا محمد اكتر من مره ان يتم الصلح تاني ومفيش مشكله. سيدنا محمد رفض، وده هنا كان دلاله على ان قريش معترفه بقوه ومكانه سيدنا محمد، فترتب عليها فتح مكه في العام الثامن هجريا بالكامل وتمت فتح مكه اللي وراه. حدد العلاقه بين فتح مكه وصلح الحديبيه. ممكن اقول اسهل حاجه خالص نفس السؤال اللي قبليه. اقول اول حاجه ان فتح مكه يعتبر النتيجه لمين؟ لصلح الحديبيه بسبب نقض صلح الحديبيه اللي وراه. عبقريه خالد بن الوليد العسكريه وزعزعه هيبه الروم عند العرب. حدد العلاقه. هتكلم هنا على غزوه مؤتة. وقول ان غزوه مؤتة كان بيتعين فيها 3 قاده، وال3 قاده كانوا من سيدنا محمد. ال3 قاده تم استشهادهم، وفي اليوم السادس المسلمين اجتمعوا مع بعض بمبدا الشورى وعينوا سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد استخدم حاجه اسمها خطه خداع استراتيجي، او هقول عليها مثلا الكر والفر او حروب بالمكيده. فسيدنا خالد بن الوليد كان بيبدل ميمنه ميسره وميسره ميمنه، واللي قدام ورا واللي ورا قدام. فطبيعي جدا نجح المسلمين واستطاع المسلمين اثبات قوتهم قدام قوه مين؟ الروم. 3600,000. السؤال وراه حلو جدا، بيقول لك فسر اسباب تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم للغزوات وارسال السرايا قبل غزوه بدر. وخلي بالك بقى هنا قصده السرايا والبعوث، ودي كانت بتضم 200 300 400 اقصى حاجه 400 جندي، فكانت صغيره جدا. سيدنا محمد ما كانش بيخرج معاهم. اول حاجه بسط هيبه الدوله عشان ما حدش يفكر ان هو يواجهها، فاعرف ان انا عندي قوه زي ما انت عندك قوه. 2 ممكن ان انا فيها ان انا احايد قبائل تبقى معايا وقبائل تانية ممكن ان انا اعرفهم ان انا قوي. ثم قطع طرق التجاره على قريش، والهدف الاهم من ده كله الا وهي جمع معلومات، او ده يعتبر هدف استطلاعي او استخباراتي او حربي عن قريش اللي وراه. استنتج الاثر الناتج عن مساعده قريش لقبيله بكر ضد قبيله خزاعه. هقول تم نقض صلح الحديبيه عن طريق قتل قبيله بكر لاحد افراد قبيله خزاعه، وتم الدخول الى مكه او فتح مكه في العام الثامن بعد نقض قريش لمين؟ صلح الحديبيه اللي وراه على طول. السؤال اللي وراه بيقول لك استنتج الاثر الناتج عن فتح محمد بن القاسم الثقفي لبلاد السند. هقول طبعا محمد بن القاسم الثقفي لما فتح بلاد السند وصل الى ابعد نقطه في الشرق الا وهي الملتان، ووصلت اخبار الانتصار الى العاصمه دمشق. وده دلاله على اهتمام الخلفاء الامويين طبعا بانتصار المسلمين، وده دلاله على ان النصر كان نصر ماله كبير. وتم قتل ملك السند اللي هو رجا ظاهر. تم قتل مين؟ ملك السند اللي هو مين؟ رجا ظاهر اللي وراه. أيد صحة العبارة الآتية: ساهم الموقع الجغرافي مدينة القسطنطينية في فشل الأمويين في اقتحامها. هقول العبارة صحيحة. هقول موقع جغرافي ساهم.
اول حاجه هو طبعا مش بيتكلم على ظروف، هقول اول حاجه عندي ظروف طبيعيه، ظروف مناخيه، ظروف جغرافيه قاسيه اللي هي بروده جو، مطر كتير، ثم تفشي الامراض زي الجدري. اتنين، هو طبعا بيتكلم على موقع جغرافي الاول فجابها الاول. عندي ان هي كانت محاطه باسوار داخليه وخارجيه، وكان عندي حاجه مهمه جدا 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 الا وهي الابراج المراقبه، واللي كانت بتبطل عنصر المفاجاه بالنسبه لاي عدو زي المسلمين. فطبيعي جدا ما هو المسلمين بالنسبه لهم ايه؟ اعداء. تمام. فكان دوت صعب جدا يخلي المسلمين ان هم يعرفوا يخشوا. ليه؟ انا شايف حد جاي لي قبلها ب3 ايام، فطبيعي هبقى جاهز جدا ضده. ثم كان في عندي حاجه اسمها السلاسل الحديديه اللي كانت محطوطه على باب المدينه، كانت اي سفينه ما تعرفش ان هي تعدي. ثم عندي حاجه اسمها النار الاغريقيه اللي هو علم الكيمياء. فكان كل ده صعب جدا ان انا اقدر اخش فيه القسطنطينيه اللي وراه. وصلت الدوله الاسلاميه الى اقصى اتساع لها في العصر الاموي. هقول صح، اقصى اتساع للدوله الاسلاميه بصفه عامه في العصر الاموي. حطوا دي بقى قاعده في دماغكم. اقصى اتساع للدوله الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان بن عفان. اكثر فتوحات في عهد الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب. لكن اقصى اتساع للدوله الاسلاميه في عهد كل الخلفاء وامويه وعباسيه هم الامويين. رحنا لحد الصين شرقا طبعا، وانتم عارفين دوت عن طريق الحل السلمي اللي هو عن طريق قتيبة بن مسلم لما وصل لحد ابواب الصين بعد بخاري. ثم الناحيه الثانيه وصلنا غربا لحد مين؟ لحد فرنسا اللي هي جنوب بلاد الفرنجه، وده تم الانتهاء بها بحل مين؟ عسكري. فالعباره طبعا صحيحه. وكان طبعا ليهم ورث بري وبحري. بما يتفسر عقد ملك الصين صلحا مع المسلمين عقب دخول بخاري. هقول لك ليه بقى، افسر ليه. اول حاجه ادراكه لقوه المسلمين. 2 حرصه على امن بلاده. 3 حرصه على جنوده وعلى جيشه. فهنا الملك الصين كان حكيم، ما يقدرش يخش في حرب قصاد مين؟ المسلمين، لان سمع بانتصارات المسلمين فقال لك لا انا هعقد معاهم صلح وهدفع جزيه اللي وراه. استنتج اهم العوامل الحربيه التي ادت لفشل القسطنطينيه. وخد بالك من الكلمه دي، انت وهي بيقول لك اهم العوامل الحربيه. اهم العوامل الحربيه يبقى انا هتكلم على النار الاغريقيه وعلى السلاسل الحديديه، ثم هتكلم عندي بعد كده على حاجه اسمها الموقع الجغرافي، سواء كان اسوار داخليه وخارجيه، سواء كان عندي الابراج المراقبه عشان ده يعتبر برضو عنصر ماله حربي. فانا احط دول الاول، بعد كده اجيب مين؟ الموقع الطبيعي. مفيش مشكله بالنسبه لي، لان طبعا الترتيب عندكم انتوا في الاسئله بيبقى بوكلت، نظام تاني شويه يعني اللي وراه. فانا ببدا له باللي هو عايزه الاول واجيب باقي الحاجه فين؟ وراه. حدد اسباب انشاء بني اميه ما يعرف باسم الصوائف والشواتي. اول حاجه عندي هقول ان نظام الصوائف والشواتي ده يعتبر خط دفاع اول عن الدوله الاسلاميه اللي هي الدوله الامويه، لان نقطه الضعف ما بيننا وما بينهم هي دي. فعندي حاجه اسمها انطاكيا الامويه، وعندي ادنا التركيه، ما تنسوش دي، او ادنا اسف البيزنطيه. تمام. هقول ان اقليم الصوائف والشواتي ليه هدف استخباراتي، ليه هدف حربي، ليه هدف استطلاعي، الا هو معرفه كل المعلومات عن العدو. بعد ما اخلص دي هقول لك بقى تم تامين اقليم الصخور والعواصم، ثم تم ترميم المواني والقلاع، ده يعتبر بحري. ثم الاخيره الضغط على البيزنطيين، التحول من الدفاع الى الهجوم. وده كده بالظبط كان شبه سيدنا محمد لما كان في المدينه من العام الاول للعام الخامس بعد غزوه الاحزاب، وبعدها بدا يعكس، يبقى بيتبدل، يبقى هجوم وليس دفاع. اللي وراه السؤال اللي وراه بيقول لك جاء بوصيه عبد الملك بن مروان لقائده لا تطلب الغنيمه حتى تحرز السلامه. حدد مقصد الخليفه من النصيحه. لا تطلب الغنيمه حتى تحرز السلامه، يبقى انت تتاكد قوي جدا 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 من اللي قدامك، وتتاكد انك خلاص كسبت. يبقى انا عندي الحفاظ على، او حرصه على الحفاظ على الجيوش، تامين الجنود حتى لا تتكرر غزوه احد. لو انتم فاكرين سيدنا محمد حذر الرومان ان هم ما ينزلوش، ونزلوا من فوق الجبل واعتقدوا ان هم كسبوا. عمل سيدنا خالد لف من ورا وطلع فوق وهم اللي كسبوا. فطبيعي يبقى هنا الحفاظ على الجنود، تاكيد الانتصار الاول، ثم بعد كده اوصل للي انا عايزه. أي صحة العبارة الآتية؟ تعددت إجراءات الخلفاء العباسيين للسيطرة على إقليم الصغور والعواصم. أقول العبارة صحيحة. أول حاجة عندي تعددت إجراءاتهم فعلا، تم تأمين إقليم الصغور والعواصم مثل الدولة الأموية. تم استخدام أسلوب الشواتي والصوائف اللي هو بتاع الهدف الاستطلاعي أو الحربي زي الدولة الأموية. ولكن عندي 2 مش زي الدولة الأموية، ألا وهي خروج الخلفاء العباسيين بأنفسهم لدعم القوات، وده يثبت ان هيبه الدوله، ويثبت ان هم كانوا بيشتغلوا بدورهم صح. وتاني حاجه عندي تبادل الاسرى بين الدوله البيزنطيه والدوله العباسيه، وده لم يحدث في اي دوله من اللي فاتت، ولا هي ولا اللي قبلها اللي يخرج مين؟ الخلفاء. وده يعتبر شبه مبادئ القانون الدولي او مبادئ حقوق مين؟ الانسان في الاسرى. واقول ان الدوله العباسيه كانت ورث ضخم جدا عن الدوله الامويه سواء بري او بحري، وكان لازم الحفاظ عليه، خصوصا اقليم الصغور والعواصم، لان تمت السيطره عليه واخضاعه بالكامل في عهد الدوله الامويه. لو انتم فاكرين احنا فشلنا في فتح القسطنطينيه، لكن اخضعنا اقليم الصغور مين؟ والعواصم. فالدوله البيزنطيه عايزه تاخده مننا باي طريقه. اللي وراه سعى العباسيون الى استعاده السياده البحريه في البحر المتوسط. اقول العباره صحيحه. في عهد هارون الرشيد العصر العباسي الاول تم فتح الصقليه عن طريق دوله الاغالبه، عن طريق اسد بن فرات، وتمت السيطره على صقليه وتم اخذ الصقليه. اللي وراه
تمام اللي وراه على طول. وممكن برضو نزود هنا حاجه على فكره، احنا بنتكلم على مين؟ على صقليه، وممكن برضو نقول كمان مين؟ قبرص معاها، لان قبرص حصلت فعلا ان سيدنا هارون الرشيد سيطر على قبرص مره، لكن هم خانوا العهد معاه فتم اخضاعهم مره ثانيه، وتم اسر عدد كبير جدا منهم وتمت معاشرتهم مع المسلمين، وده كان دليل على حكمه وذكاء من هارون الرشيد. وهنا تم تطبيعهم بعادات الدين الاسلامي اللي هي التسامح والموده وغيرها. اللي وراه استكمل موسى بن نصير ما بدأه حسان بن النعمان في الساحل الافريقي، اقول له عباره صحيحه. سيدنا موسى استكمل طبعا بعد سيدنا حسان، بعد قرطاجنة والمدن الساحليه، استكمل لحد ما وصل لطنجه وعين عليها طارق بن زياد، ثم وصل لحد سبته وتم عقد صلح مع حاكم سبته اللي هو ليوليان، وبالفعل تمت السيطره على الساحل الافريقي بالكامل في عهد سيدنا موسى بن نصير. وخد بالك ان موسى بن نصير انت وهي كان مختلف عن سيدنا عقبه وعن سيدنا حسان، الاثنين كانوا دايما في معارك، لكن دوت استخدم الذكاء او الدهاء السياسي في عقد الصلح، وبالتالي كان من الاثر لذلك هما اصبح العرب والبربر او الامازيغ قوه واحده او نسيج واحد. تم نشر اللغه العربيه، تم نشر الدين الاسلامي، تم تامين الجبهات الغربيه في البحر المتوسط، ثم اخيرا هيتم دخول البربر والمسلمين مع بعض في فتوحات فين؟ في بلاد الاندلس. اللي وراه صلى على النبي انت يا زغلول. جاء فتح المسلمين لبلاد السد بناء على تخطيط مسبق، اقول له عباره برضو صحيحه، ما شاء الله كله صحيح كده، ركزوا بقى معايا. تخطيط مسبق حصل فعلا، ماليش دعوه بيوليان على فكره، ده هو اصلا تم اللجوء لفتح الاندلس بناء على نصيحه بيزنطيه، لكن تم فتح الاندلس على تخطيط مسبق، مبدا مشوره ما بين الخليفه الوليد بن عبد الملك وما بين القائد موسى بن نصير لما ارسل له وقال له انا هفتح الاندلس، فقال له خذها بالسرايا. سيدنا موسى رد تاني وبعت له وقال له ان البحر اللي ما بينها بحر مش كبير ولا ضخم، انا ممكن من الناحيه دي ابص على الناحيه الثانيه. فسيدنا الوليد او الخليفه الوليد بن عبد الملك رفض وقال له خذها بالسرايا، وده دليل على تطبيق اللي ابوه علمه له عبد الملك بن مروان، انك تحافظ على الجنود وكن تاجر مع الله، يعني التجاره اللي تكسب خشها، التجاره اللي تخسر ما تخشهاش. وسيدنا موسى طبعا سمع الكلام بتاع الخليفه، وده تطبيق لمبدا الشورى طبعا وتطبيق لمبدا المركزيه، وخدها بالسرايا عن طريق طارق بن زياد، وتم دخول الاندلس عن طريق اول قائد بربري اللي هو طارق بن زياد، وتم انتصار على القوط في جبل الفتح اللي هو جبل طارق. ثم بعد كده في المعركه اللي احنا عارفينها اللي هي معركه مين؟ شازونه، تم القضاء على ملكهم اللي هو رودريك وتم انتصار المسلمين. ثم سيدنا موسى هيعدي وراها على طول عشان يعجل بالفتح وياخد طريق مغاير، وهيفتح مدن غير اللي فتحها سيدنا مين؟ طارق بن زياد، الا وهي اشبيليه اللي وراه. عاد فتح المسلمين لبلاد الاندلس بمكاسب اجتماعيه كبيره. خد بالك بقى انت وهي بيقول لك مكاسب مين اجتماعيه، يبقى اول حاجه هتكلم عليها ودي المهمه بالنسبه لي، الا وهي القضاء على نظام الرق او نظام العبيد، بمعنى اصح تحقيق العداله، تحقيق المساواه والعدل. هرجع بقى بعد كده اجيب ان تم نقل العاصمه الى قرطبه، هقول بعد كده تم نشر الدين الاسلامي، هقول كمان تم القيام ب اسباب او بناء عمراني او حضاري او بناء موجود عندي، ثم زي ما احنا ما قلنا اخر حاجه اللي هي المكاسب الاجتماعيه اللي وراه. فسر فشل القوات الاسلاميه في السيطره على الجزء الشمالي الغربي لبلاد الاندلس. خد بالك بقى من الحته دي، عندي حاجتين شبه القسطنطينيه. اول حاجه عندي هقول بروده الطقس، يبقى دي ظروف طبيعيه مناخيه جغرافيه، وعندي تاني حاجه اعرفها الا وهي مين؟ الا وهي وعره الطرق او صعوبه مين؟ الطرق عشان الجبال اللي وراه. ظهور العديد من الدول المستقله في العصر العباسي الثاني بما تفسر، يبقى انا هقول بقى ده دليل على ضعف الدوله العباسيه، والدوله المستقله هنا كان لها دور ايجابي ودور سلبي. الدور السلبي يؤدي لتقسيم وضعف الدوله العباسيه، اما الدور الايجابي المساهمه في الفتوحات وتامين الدوله العباسيه واستمرارها وصد هجمات البيزنطيين زي الدوله الاخشاديون والحمدانيون والطولانيون اللي كانوا في الشام فوق، كانوا بيصدوا مين؟ هجمات الدوله البيزنطيه. وطبعا كان ده ضعف من الدوله مين؟ العباسيه، لان العصر العباسي الثاني اللي هو قعد 425 سنه دويه كان عصر ضعف وليس قوه، لكن في العصر العباسي الاول كان عصر قوه وكان موجود دول مستقله، بس كان مين اللي مسيطر او ولاء التام كان مين؟ كان للدوله العباسيه اللي هو لعب الفرس دورا هاما في تاريخ الدوله العباسيه. هقول طبعا العباره صحيحه او بمتفسر طبعا هقول لك ماشي، هقول لك الفرس لعبوا دور كبير جدا في تاريخ الدوله العباسيه من تاسيسها لفتوحاتها، حيث اتفق ابو العباس السفاح مع قائد فارسي الا هو ابو مسلم الخراساني، والاثنين اتحدوا مع بعض في معركه اسمها الذئاب الكبرى، وتم القضاء على الدوله الامويه، وده كان بسبب خطا وقعت في الدوله الامويه، لان الدوله الامويه طبعا في الاخر ضعفت خالص جدا، والولاة كانوا بيفرضوا ضرائب باهظه وخصوصا على الفرس مع انهم كانوا مسلمين زيهم، ولم يتم تعيين الفرس في اي مناصب عليا ولا في ولايات ولا في جيش، فده ادى لتذمر الفرس، فانتهز ابو عباس السفاح
او العباس السفاح انتهز الفرصه ديت، فتمت الاتفاق مع الفرس وتم التلاحم ما بينهم. ثم عندي بعد كده تم الاعتماد على الفرس في الفتوحات زي ابو مسلم الخراساني، وده حصل في بلاد السند. وكان عندي كذا دوله موجوده عندي فارسيه في الشرق، عندي زي الطاهريه، عندي زي السامانيه، عندي زي الدوله الاتراك، عشان احنا متفقين برضو مع بعض كانوا اتراك، زي الدوله الغزنويه والغوريه. فكانت كل دي دول اسمها دول مين؟ دول فارسيه، ولكن كان ولاء عباسي. فتم فعلا الاعتماد عليهم، وكان لهم دور كبير جدا في حاجتين، في الفتوحات وفي التاسيس. اما في الدوله الامويه ما كانش لهم دور في الفتوحات. الموالي يعني ايه موالي يا مستر؟ يعني فرس وروم، ما كانش لهم دور، ولكن كان ليهم دور في الفتوحات. زي مين؟ طارق بن زياد بربري، يعني تنوع عرقي، ده حصل في الاندلس. لكن في فتح المغرب كان كلهم عرب، لكن في العباسيين كان مزيج. السؤال اللي وراه استنتج او حدد الاثر الناتج الغليل على نقد اهل قبرص عهدهم مع العباسيين. صلى على محمد النبوي. ده حصل في العصر العباسي الاول في عهد هارون الرشيد. ايه اللي حصل يا مستر؟ اللي حصل ان سيدنا هارون الرشيد ارسل اسطول لقبرص، وفعلا تمت السيطره على قبرص اول مره، بمعنى ان تم عقد الصلح معاها، ولكنهم نقضوا الصلح ثم اخضعهم مره ثانيه. ولما اخضعهم اثر عدد كبير جدا منهم وخدهم وعيشوا مع المسلمين فتره كبيره، وده كان بيدل على حكمه وذكاء ودهاء هارون الرشيد. وتم التاثر بالمسلمين، وهيتم استبدال بقى كده الدور او المهمه اللي كانوا بيلعبوها قبرص، بدل ما يبقوا مع الروم هيبقوا مع مين بعد ما يرجعوا؟ هيبقوا مع المسلمين. وده هدف استطلاعي او هدف حربي او هدف مخابراتي اللي وراه. استنتج الاثر الناتج على تاسيس دوله الاغالبه في شمال افريقيا. هقول لك الاثر الناتج اول حاجه تامين الساحل الافريقي بالشامل، تامين الحدود الغربيه للدوله الاسلاميه. هقول دوله الاغالبه سيطرت على صقليه او خدت صقليه عن طريق القائد اسد بن فرات، وده كان تبع دوله الاغالبه اللي هي تبع دولة الأغالبة. وهو حاجة كمان إن دي كده معناها ازدهار سفن، أو معناها صناعة سفن آسف، فمعناها أسطول بحري، فمعناها تأمين حدود الدولة العباسية بالكامل من الغرب. وخصوصا ما تنسيش إن كان في عدو في الغرب اللي هو مين؟ الأدارسة الأوروب. السؤال اللي وراه بيقول لك استنتج الاثر الناتج عن استقرار الحكم الاسلامي في بلاد المغرب. خد بالك بس انت وهي من حاجه عشان ما تتلخبطوش مني، هي دي كده اسئله ميكس بين الدوله الامويه والدوله العباسيه، وساعات بيجيب حاجه ثانيه معاها، فعادي مفيش مشكله بالنسبه لي. فاكيد طبعا يبقى كل واحد فيكم واضح ان السؤال بيتكلم على مين. استقرار الحكم الاسلامي في بلاد المغرب، هقول الاثر الناتج اول حاجه عندي هقول نشر دخول اندماج، هقول نشر اللغه العربيه، وهقول نشر الدين الاسلامي، هقول اندماج البربر مع طبعا المسلمين، هقول تامين الجهه الغربيه بالكامل او الساحل الافريقي، هقول دخول البربر مع المسلمين في فتوحات زي فتوحات بلاد الاندلس اللي وراه. حدد النتائج التي رتبت على فتح المسلمين لبلاد الاندلس. عندي كذا نتيجه. اول حاجه عندي هقول نقل العاصمه الى مدينه قرطبه. وخد بالك بس من حاجه انت عايز انبهك ليها، ان اللي نقل العاصمه لقرطبه كان واحد اسمه ايوب ابن حبيب اللخمي. خلي بالك بقى من الحته دي قوي انت وهي. تاني حاجه عندي اللي كان اصلا بيستخدم العاصمه كانت اشبيليه، كان عبد العزيز بن موسى بن نصير، فدي حاجه ثانيه خالص. 2 هقول نشر الدين الاسلامي. 3 هقول القيام ببعض الانجازات العمرانيه والحضاريه. ثم القضاء على نظام الرق، وده يعتبر اهم من النتائج الاجتماعيه، يعني تحقيق عدل ومساواه، وخصوصا في الطبقه الاخيره طبقه مين؟ العامه. ثم اخر حاجه عندي برضو كمان طبعا عندي حاجه اسمها حريه اختيار الاديان او حريه مين؟ العقيده. حدد الدروس المستفادة من هزيمة الجيوش الإسلامية في طور وبواتيه. حدد الدروس المستفادة. أول حاجة عندي هقول تدريب الجيوش على كل الظروف، تدريب الجيوش على كل الأوضاع وعلى كل أوضاع المناخ، عدم انهاك القوات، التخطيط الجيد، وده على فكرة مهمة جدا جدا، التخطيط الجيد والتخطيط العسكري وتجهيز القوات قبل أي معركة، وجمع معلومات استطلاعية واستخباراتية عن العدو. لأن ده حصل أصلا غلطة من عبد الرحمن الغافقي لما ترك حاميات عسكرية في المدن اللي كان بيفتحها وما جمعش معلومات كافية عن العدو. وأيضا في حاجة كمان ممكن أقولها، ألا وهي وجوب قرب الإمدادات من الدولة الإسلامية أو من الجيش الإسلامي، عشان ده كان عكس اللي حصل مع التانيين كان عندهم برود الجو متعودين عليه، التانيين كان عددهم كبير، التانيين ما كانوش منهكين، كان عندهم امدادات قريبة منهم، وكان عندهم عدد كبير جدا من الجيش، فطبيعي دي كلها اسمها الدروس المستفادة اللي وراهم. طب حبايب قلبي احنا كده بقى نخش على كتاب الامتحان. احنا كده خلصنا المقال بتاع كتاب المصدر، نكمل بقى المقال بتاع كتاب مين؟ الامتحان. اول سؤال عندي بيقول لك ايه؟ حدد العلاقه بين الاثر الموضح في الصوره المقابله والوضع السياسي في شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. طبعا هنا بيتكلم على بقايا سد مأرب، ولو هتكلم على سد مأرب يبقى انا هنا بتكلم على هجره اجباريه او هجره طبيعيه بسبب انهيار سد المأرب، فالقضاء على المورد الاقتصادي الاول عندهم هناك الا وهي الزراعه. فاللي حصل هيحصل عندي ان القبائل هتنتقل للغرب عن طريق يثرب، ويحصل عندي ان القبائل تنتقل للشام والعراق عن طريق تكوين مملكه اسمها الحيره ومملكه اسمها الغساسنه. اللي وراه استنتج اسباب تراكز السكان
في غرب شبه الجزيره العربيه عن شرقها. لو انا اقول على الغرب انا بتكلم على مكه ويثرب والطائف، فانا هنا بتكلم على موقع متميز، بتكلم على موقع تجاري متميز جدا، بتكلم على واحه زراعيه زي يثرب. هشرحها من الاخر. بتكلم على مكانه دينيه اللي هي وجود الكعبه، بتكلم على وجود اسواق زي مكنه وزي المجاز، بتكلم على رحلتي الشتاء والصيف اللي موجودين فين في مكه، وهتكلم على الواحه الزراعيه اللي هي موجوده في يثرب، وهتكلم على الواحه الزراعيه ايضا اللي موجوده فين في الطائف اللي وراه. استنتج عوامل نشأة الحضارة في ممالك بلاد اليمن قبل الإسلام. هقول العوامل وأهم عامل فيهم ألا وهو عامل طبيعي أو عوامل اقتصادية زي الزراعة. عندهم تربة خصبة، عندهم مياه أمطار بكثرة، عندهم زراعة، فعندهم تنمية مالها زراعية اللي وراه. ده اللي لعبت الجغرافيا شبه الجزيرة العربية دورا في تحديد النظام السياسي بقى قبل الإسلام. طبيعي هتكلم على النظام أو هتكلم على الطبيعة الجغرافية والطبيعة بتاعت المكان المناخيه، ان هي بيئه صحراويه، فترتب عليها وجود نظام اسمه النظام القبلي. والنظام القبلي يعني موجود شيخ قبيله في ايديه كل السلطات ما عدا السلطه الدينيه. عنده سلطه سياسيه، عنده سلطه، عنده مقابله وفود، عنده سياسه خارجيه، عنده عقد الصلح، عنده القيام بحروب، وليس او الحاجه الوحيده اللي مش عنده الا وهي السلطه الدينيه. فكده عنده عدم فصل في السلطات، فده ترتب عليها بسبب حاجه زي دي. تمام. وهتكلم برضه هو ما حددش، هو بيقول لك شبه الجزيره العربيه بالكامل. وهتكلم ان كان في عندنا نظام اسمه النظام الشبه الملكي موجود فوق في الشمال سواء حيره او غسانه نتيجه التاثر بالفرس والروم، وموجود تحت في جنوب غرب اللي هي مين؟ اليمن. وده كانت من سلطته 5 سلطات، ان موجود عندي ملك، موجود عندي كبار موظفين، موجود عندي حاجه اسمها الكبير او حكام الاقاليم، موجود عندي الحاشيه اللي هي مرتبطه بالملك، ثم اخيرا الجيش. السؤال اللي ورا بيقول لك يعد الاخذ بالثأر من العادات التي انتشرت في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. اقترح حلول للتغلب على هذه العادات التي ما زالت موجوده في المجتمعات. اول حاجه عندي كحلول هقول اول حاجه رفع مستوى التعليم، هقول تخفيض او خفض نسبه مستوى محو الاميه، او اسف زياده محو الاميه يعني القضاء عليها. هقول طبعا تطبيق القانون بحزم وشده على الجناه اللي موجودين عندي، ثم رفع مستوى التوعيه لدى الافراد. اثبت صحه العباره تاريخيا تناقض موقف العرب قبل الاسلام اتجاه المراه في شبه الجزيره العربيه. هقول العباره صحيحه طبعا، العرب كانوا متناقضين. كان بيحصل عندي حاجه اسمها وأد بنات، ودي كانت من الاثار السلبيه، وقلت لك برده كانت من الاثار السلبيه للاسف ان كانوا هم بيقولوا ان البنات هي ملائكه الله. طبعا كان تناقض كبير جدا وانتهاك لحرمه ربنا طبعا. وكان في المراه ليها دور اجتماعي، وكان ليها دور اقتصادي، وكان ليها دور سياسي. كان ليها دور اجتماعي عن طريق حلب الحيوانات والصوف، وكان ليها ايضا دور عسكري اللي هي الطبول في الحرب، وايضا عندها دور عسكري كمان اللي هي تدمير الجرحى، وكان عندها دور اقتصادي زي ستنا خديجه، وكان عندها دور سياسي حصل عندي في الشمال والجنوب اللي هي ملكه بلقيس في الجنوب، كانت رئيسه مملكه سبأ، وعندي فوق كان تدمر فوق مين؟ زنوبيا. فكان هنا في تناقض طبعا. اللي وراه السؤال اللي وراه استنتج من خلال دراستك اي من اجزاء شبه الجزيره العربيه قامت بصناعه السفن قبل ظهور الاسلام. السؤال ده جامد جدا 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 جمود. طبعا هنا هتكلم على اليمن. اليمن كان عندها اسطول تجاري، اليمن كانت تمثل ترانزيت تجاري ما بين الهند والحبشه وما بين مصر والشام وما بين اوروبا، فكان بيتم نقل البضائع من الشرق الى الغرب ثم الى الشمال. فانا كان هنا عندي ترانزيت. وممكن اقول هنا كمان حاجه، صناعه السفن بس ما تنفعش الا في اليمن. ما حدش يقول لي مكه ويثرب، الاثنين كان لهم موقع تجاري متميز، دي حاجه ثانيه خالص. بص كده السؤال اللي وراه انت وهي. حدد تقييمك لمزدوجيه العباره التاليه. حتمت الظروف الطبيعيه في شبه الجزيره العربيه او في غرب شبه الجزيره العربيه نوع النشاط الاقتصادي لسكانها. هقول له عباره صحيحه صادقه. هنا بيتكلم على مكه ويثرب والطائف، على نوع النشاط الاقتصادي بيها. هقول ده حتى فعلا هناك. ليه؟ اول حاجه عندي اقول ان البيئه كانت بيئه صحراويه، بيئه طبيعيه، بيئه مناخيه. فكان عندي الحرفه المشهوره اللي هي حرفه الراعي بسبب الطبيعه اللي كانت موجوده عندي، ثم الزراعه، ثم كان عندي حاجه بقى ثانيه كمان. كان عندي موقع متميز جدا سواء لمكه او يثرب، ودوت نتيجه الرحلات اللي كانت رحلات الشتاء والصيف سواء شام ويمن او من اليمن لمين؟ للشام. فانا كان هنا عندي موقع متميز بجانب المكانه الدينيه اللي وراه. طبق في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام مفهوم الترانزيت التجاري، والذي يعني مرور البضائع التي تنقل من مكان لاخر عبر مدينه او ميناء. وضح. طبعا هقول اثبت صحه العباره، ده نفس اللي انا لسه قايله دلوقتي. ترانزيت تجاري هقول امتلاك اليمن لاسطول بحري او اسطول تجاري كان بيتم نقل البضائع منه الهند. عندي الهند وعندي الصين وايضا عندي الحبشه، وكان بيتم نقلها الى الشمال فوق الى مصر والشام بحر المتوسط ثم الى اوروبا. وايضا هتكلم كمان على ان مدينه مكه ويثرب الاثنين كانوا بيمثلوا ترانزيت تجاري بسبب الموقع الجغرافي او التجاري المتميز اللي كان نازل من الشام يعدي على مكه ويثرب ثم اليمن، واللي طالع من تحت يعدي على مكه او يعدي الاسف الاول على يثرب ثم مكه ثم يطلع لفوق. فكان بيمثل ترانزيت لانه كان بيقول لك مينا او مدينه الاثنين مع بعض. السؤال اللي وراه وصل على محمد انت وهي.
كانت العلاقه بين القبائل العربيه في شبه الجزيره العربيه متباينه في ضوء او مضمون العباره السابقه حد الجوانب السلبيه في العلاقات. طبعا هو هنا بيتكلم على العلاقه متباينه يعني مختلفه، شويه ايجابي وشويه سلبي. طب لو هنتكلم على الجوانب السلبيه هنا احنا بنتكلم على حربين، حرب البسوس وحرب الفجار. البسوس بسبب المرعى والميه، وحرب الفجار بسبب الاخذ مين بالصائب. ده هو الجانب الاجتماعي وده جانب اقتصادي، لانه هو حدد عايز مني جانب مين سلبي اللي وراه. دليل بالامثله التاريخيه زغليل على صحه العباره الاتيه: سعت بعض القبائل العربيه في شبه الجزيره العربيه تحقيق العداله في المجتمع قبل الاسلام. يبقى هنا اتكلم على حلف الفضول ونصره المظلوم، وسيدنا محمد كان مجتمع في الحلف دوت حتى قبل مين؟ قبل البعثه. يبقى دوت عصبيه قبليه ايجابيه، اما دي عصبيه قبليه مالها سلبيه. السؤال اللي وراه بيقول لك دلل تاريخيا على صحه العباره الاتيه: طبق العرب قبل الاسلام احد صور اللامركزيه في شبه الملكي. السؤال ده جميل جدا. لا مركزيه يا جدعان في فرق عن المركزيه. المركزيه يعني ملك وحكومه، يعني كبار موظفين. اما اللامركزيه يعني حكام الاقاليم اللي كان يطلق عليه الكبير، وده بالبلد كده اللي هو المحافظ دلوقتي، كان بيدير الشؤون تحت الدوله نفسها. يبقى دي الاجابه اللي انا بتكلم عليها، يبقى حكام مين؟ الاقاليم. اللي وراه: يتجه العالم في الوقت الحالي الى عقد التحالفات باشكال مختلفه. وضح كيف طبق العرب بشبه الجزيره العربيه قبل الاسلام مضمون هذه العباره. وهنا بيتكلم بصفه عامه. اول حاجه عندي تحالفات خارجيه حصلت ما بين الفرس والحيره وما بين الروم والغساسنه. ده اول تحالف هنا وده اول تحالف هنا. السياسه الخارجيه بتاعت الاثنين مالها مختلفه. عندي بعد كده احلاف زي حلف الفضول، وده حلف ايجابي. حصل ان العرب كلهم اتفقوا على نصره المظلوم ونشر العدل او الاتيان بالعدل، وسيدنا محمد شهد الحلف دوت قبل مين؟ قبل البعثه. اللي وراه طبعا مالكوش دعوه انتوا بالمقالي، اسف بالاختياري، اسف. طيب السؤال اللي وراه على طول: رأت قريش أن خير وسيلة لمهاجمة الدعوة الإسلامية هي نشر الشائعات والأكاذيب، ماشي؟ وخطط لذلك جيدا حيث اختارت الوقت والزمان المناسب. في ضوء مضمون العبارة السابقة استنتج أسباب اختيار قريش موسم الحج لنشر الشائعات حول الإسلام. أولا هقول واختيار موسم الحج بسبب وجود ناس كتير جدا من القبائل، يبقى العدد كبير قوي قوي قوي. واختاروا موسم الحج لان موسم هيبقى موسم يعتبر تجاري وموسم ديني، فطبيعي هيعملوا على ابطال الدعوه بتاعت سيدنا محمد او دعوه مين؟ الاسلام. وخصوصا لما يبقى في اتنين عندي اللي هو عم الرسول والوليد بن المغيره، فطبيعي لما يبقى حد مني بيطلع يقول عليه ده انا كذاب وساحر وبسعى للمكانه والشهره، الناس هتصدقني ولا تصدقوا؟ فهم سعوا ليه؟ طبعا اتساع موسم الحج وجود او توافد قبائل كثيره، وجود اعداد كبيره جدا من الناس، وسواء كان دينيا او تجاريا. اللي وراه: ماذا كان يحدث إذا أقبلت قريش على الإسلام منذ بداية الدعوة؟ أول حاجة عندي لم يحصل خروج الدعوة من مكة للمدينة. تاني حاجة لم يحدث إيذاء للرسول، ولم يحدث إيذاء لصحابة الرسول، ده أولا. ولم يحدث حروب بين قريش وبين سيدنا محمد بعد كده. ولم تحدث المقاطعة الاجتماعية ولا المقاطعة الاقتصادية. ولم يحدث إيذاء المسلمين زي ما احنا ما قلنا. فكل ده شيء أصلا يعتبر يعني اعكس الحاجة اللي موجودة عندك على طول. يبقى هم كانوا دخلوا في الدعوه من الاول، يبقى الدعوه تتحول من الجهريه حتى كمان تبقى عالميه، لان طبعا بتتكلم على قريش ليها مكانه تجاريه عاليه جدا. وفي نفس الوقت كمان انا هنا بتكلم على مين؟ على فكره ان قريش لم تاذي سيدنا محمد ولم تاذي مين؟ الصحابه. اللي وراه السؤال اللي وراه على طول: حدد اوجه الارتباط الزغليل بين حرب الاوس والخزرج والدعوه الاسلاميه. ما هو وجه الارتباط؟ هقول لك وجه الارتباط ان هنا كان عندهم فقد شمل اجتماعي، وده نتيجة الحرب الدامية بين الأوس وبين الخزرج واللي كان سبب فيها اليهود. فطبيعي جدا كانوا يحتاجوا لمن يلم شملهم، زائد ان هم كانوا متمتعين بصفات زي الرسول اللي هي الرأفة ولين القلب والطيبة، فطبيعي كانوا محتاجين لمن يلم شملهم. بدليل سيدنا محمد لما هاجر من مكة المدينة ايه اللي حصل؟ أول حاجة آخى بين المهاجرين والأنصار، لا قبلها آخى بين الأوس ومين؟ والخزرج. فاللي حصل النتيجة ان العصبية القبلية السلبية اتقضى عليها والعصبية القبلية الإيجابية هي اللي ظهرت. اللي وراه: استخلص من النص السابق او النص المقابل اللي هيقول لك ده عليه. وطبعا لو احنا بس بنتلخبط شويه معاكم فاحنا معلش، احنا واقفين من الصبح والله العظيم بنصور، فحقكم عليا ما بينكم وبين العام. طبعا امرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا طبعا سيدنا جعفر، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقصف المحصنه، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا. تعال بقى معايا، بيقول لك بقى استخلص من النص المقابل ده اهم القيم التي وردت في كلمات جعفر بن ابي طالب لنجاشي الحبشه. طبعا دي اتقالت لما مين؟ لما حصل ان المسلمين راحوا لمين؟ التجأوا بنجاشي الحبشه، واحنا قلنا كان ده لجوء سياسي ولجوء ديني. اول حاجه عندي هقول الصدق في القول والصدق في الفعل
وعدم قول الزور، وهقول ان هم كانوا بيتكلموا على حسن الجوار وان الاسلام يعني هيعلمهم ده، وهقول على صله الرحم، ده شيء طبعا يعتبر ايجابي جدا، والكف عن المحارم يعني يبعدوا عن اي شيء زي شرب الخمر او الزنا والدماء القتل والنهي عن الفواحش واكل مال اليتيم وقذف المحصنه. طبيعي كل دوت شيء ايجابي. تعال بقى معايا بالراحه. كيف يمكن ان تكون عادلا في التعامل مع الاخرين مستشهدا بموقف النجاشي عند هجره المسلمين الى الحبشه؟ اول حاجه هقول عدم التسرع في اصدار الاحكام. 2 هقول عدم سماع طرف واحد. اللي حصل النجاشي لما سمع من عمرو بن العاص، وخد بالك هم قصدوا يودوا سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا ابو عبيده عشان الاثنين كان عندهم فصاحه، وخصوصا سيدنا عمرو كان عنده فصاحه وكان عنده دهاء عالي قوي. فالنجاشي كان حكيم وسيدنا محمد كان عنده نظر ثاقبه في اختياره، فالنجاشي رفض يسمع من طرف مين؟ واحد. قال لك لا، ده انا اسمع الطرف الثاني. ليه؟ وعود نفسك دايما انت وهي في اي مشكله تحصل ما تسمعش من طرف واحد مهما كانت ثقتك في الطرف ده، لان كل طرف بيحكي اللي على هواه، وطبيعي هيطلع الطرف الاخر هو اللي مين؟ هو اللي وحش. السؤال اللي وراه، حدد وجه الاختلاف بين كل من اهل الطائف واهل يثرب من حيث المعامله مع الرسول، ماشي؟ مش من حيث طبيعتهم ايه. اول حاجه عندي اقول اهل يثرب. اهل يثرب رحبوا بسيدنا محمد خصوصا في الطواف على القبائل. 6 من الخزرج اسلموا. بعدها بيعه العقبه الاولى في العام ال 12 اسلموا. بيعه العقبه الثانيه عندي 73 وعندي امراتان، وتم انتخاب منهم 12 نقيب، 9 من الخزرج 3 من الاوس. ثم بعدها رحبوا بسيدنا محمد في الهجره لما جه من مكه المدينه، وقال لك ان اليوم ده كان يوم فرح لم تشهده يثرب من قبل. يبقى شيء ايه؟ حلو. والناس دي كان عندهم زي ما احنا قلنا لين قلب، وعندهم رأفه وعندهم طيبه، وكانوا محتاجين اللي يلم شملهم، وسيدنا محمد عمل ده معاهم. اما اهل الطائف في العام العاشر من الهجره، العاشر من البعثه، عشان البعثه تفرق عن الهجره طبعا. البعثه وهو لسه في مكه، اما الهجره بعد مين؟ بعد ما يروح للمدينه. اللي حصل ده اسمه عام الحزن، وفاه طبعا دعمه النفسي والاجتماعي اللي هي ستنا خديجه وعمه وعمه ابو طالب. فاللي حصل التجأ بالطائف ليحتمي بيهم ونشر الدعوه بتاعته. فالطائف طبعا ايه؟ عمل سيدنا محمد معامله قاسيه وادميت قدماه عليه افضل الصلاه والسلام حبيبي يا رسول الله، واوذي ايذاء شديد جدا. سيدنا محمد بكى في اليوم دوت وهو راجع بكاء شديد قوي قوي قوي، لان اتاذى جامد جدا وبكى تحت شجره جامد جدا. فالموضوع كان صعب لدرجه ما حدش يتخيلها. فطبيعي اختلاف الموقفين، ده كان موقف ايجابي اما الثاني كان موقف سلبي. حدد من وجهه نظرك اثر الشائعات على المجتمع في وقتنا الحاضر. اول حاجه هقول ان الشائعات قد تؤدي الى تفكك المجتمع، قد تؤدي الى تمزيق روابط المجتمع، قد تهدد استقرار المجتمع. طبيعي. السؤال اللي وراه 50 بيقول لك ما الدروس المستفاده من رفض ابي طالب تسليم الرسول للمشركين اللي هو مين؟ عم النبي. اول حاجه عندي هقول ان من الدروس المستفاده هقول ان العصبيه القبليه الايجابيه، ان الاتحاد قوه، هقول الدفاع عن الحق، هقول نصره مين؟ المظلوم، لان ابو طالب كان عارف ان سيدنا محمد كان على حق بالرغم ان ابو طالب مات مشرك، عشان تبقى انتوا عارفين. بس هو قال ان سيدنا محمد ما بينطقش عن الهوى، وفعلا عارف ان سيدنا محمد كلامه صح لانه صادق امين. اللي وراه اطلقت قريش على الرسول قبل البعثه لقب الصادق الامين. في مضمون العباره السابقه بين مدى التناقض بين موقف قريش مع الرسول قبل وبعد. طبعا قبل لما حصل في حل المشكله اللي هي الحجر الاسود، لما القبائل اختلفت مع بعضها، قريش اللي هي بطون قريش اختلفوا مع بعضهم على مكان الحجر الاسود في بناء الكعبه بعد كده، لان الكعبه طبعا كان خلاص العوامل الطبيعيه والمطر والسيول والكلام ده كله بصفه عامه واي كده اللي حصل فادى لتهالكها، فكانوا بيبنوا من اول وجديد تاني. فكان هيحصل ما بينهم اقتتال لحد ما واحد فيهم قال لهم احنا هناخد راي اللي يخش لنا. فاول دخل عليهم سيدنا محمد قال لهم انهم لا الصادق الامين وناخد رايه. فعلا سيدنا محمد قدر بحكمته ان هو يعالج الموقف دوت ولا ضر اي حد فيهم خالص. بعد بقى البعثه حرب الشائعات والاكاذيب، لما قال على سيدنا محمد انه كاذب، انه ساحر، انه يسعى للزعامه، يسعى للشهره، يسعى للمال، وكانوا بينشروا ده كله فين؟ في موسم الحج. فده طبعا تناقض ما بين ده وده. اللي وراه السؤال اللي وراه 52 بيقول لك ما الدروس المستفاده من تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم للهجره الى يثرب؟ طبعا لو هقول الدروس المستفاده اول حاجه عندي هقول التوكل على الله لان ده كان امر الهي. 2 التخطيط الجيد، حسن اختيار الكفاءات. تمام؟ يبقى انا عندي كده تخطيط مين؟ جيد، وعندي حسن اختيار مين؟ الكفاءات، ثم التوكل على مين؟ على الله، ثم السريه التامه في تنفيذ اي امر. حطها قاعده في دماغك انت وهي، لو قلت على حاجه مش هتحصل، لكن لو انت كتمتها ما بقولش تبقى خبيث، قول الحاجه بعد ما تحصل، ما تقولش الحاجه قبلها، عشان لو قلت قبلها مش هتحصل.
طيب الزغلول السؤال اللي وراه على طول بيقول لك اول حاجه ظهرت العبقريه السياسيه والعسكريه للوصول عند بناء الدوله الاسلاميه. بيتكلم على مين؟ على العبقريه السياسيه والعسكريه. يقول العبقريه السياسيه قيام دوله اسلاميه قائمه على العدل والمساواه عن طريق صحيفه المدينه. وصحيفه المدينه نظمت العلاقات بين الافراد ونظمت العلاقات بين المسلمين واهل الذمه. ولو هتكلم على الناحيه العسكريه فانا هتكلم عندي اول حاجه عندي على اعداد الجيش، فاحصاء الرجال القادرين في السنه الاولى. 2 قيامهم بالتدريب والتسليح. ثم 3 السرايا والبعوث اللي هي قبل الغزوات، واللي كانت من ضمنها ان انا اقدر اعرف كل اخبار قريش، اهدد تجارتهم، اعرفهم من الند بالند. اللي وراه وضح اهم القيم التي يمكن استخلاصها من النص التالي: اوصيكم بتقوى الله فان خير ما اوصي به المسلم وان يحضه على الاخره وان يامره بتقوى الله، واحذركم ما احذركم منه نفسه فان تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون وصدق على ما تبغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين ربه عن من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله. طبعا ده كانت خطبة سيدنا محمد لما راح فين؟ في المسجد النبوي. وأقدر أقول إن ده إعانة المسلم على المسلم، إعانة المسلم على الحق، إعانة المسلم على تقوى الله، التقرب لله بالعبادات، وعدم ارتكاب الأخطاء. الأسئلة دي دايما لما بتتجاب بتبقى أسئلتها بيقول لك كده تقدر إجابة الطالب كاملة. ليه؟ لأنه سؤال مفتوح وسهل جدا. ماذا كان يحدث اذا تشابه اقتصاد المدينه مع اقتصاد مكه قبل الاسلام؟ فالاثنين كانوا معتمدين على مين كده؟ هيبقوا معتمدين على حاجه اسمها التجاره. وما دام معتمدين على التجاره يبقى هيحصل عندي كده لم يواجه المهاجرين اللي هم اهل مكه العقبات الاقتصاديه، وسوف يتاقلم اهل مكه اللي هم المهاجرين يعني مع اهل المدينه بسرعه عاليه جدا. ليه؟ لان كانت عندي عقبه مهمه جدا وهي العقبه الاقتصاديه، ان هو الشغل مش الشغل ومعهمش فلوس. اللي وراه ما تقييمك للتحالفات التي شهدتها يثرب قبل هجرة الرسول إليها؟ هنا بيتكلم على مين؟ على الأوس والخزرج، وبيتكلم على اليهود. هقول استمرت التحالفات. ما هو كان عندي تحالفين، تحالف بين بني نضير وبني قريظة مع الأوس، وبني قينقاع مع مين؟ مع الخزرج. فاللي كان هيحصل كان هيبقى عندي استمرار العداوة واستمرار للحروب واستمرار لقتل المسلمين، وكان يحصل عندي تفكك للمجتمع في المدينة وتهديد وعدم استقرار هذا المجتمع. اللي وراه دلل على صحة العبارة الآتية تاريخيا: استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام إقامة مجتمع في المدينة غير قائم على العصبية القبلية. هقول العبارة صحيحة، وده حصل لأن الرسول أول حاجة آخى بين الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار. فكده بقى عندي إيه؟ بقى عندي في تكافل وفي تكامل ما بين المسلمين مع بعض، وده أدى لتقوية الجبهة الداخلية، وده أدى إلى استقرار المجتمع المدني، وده أدى إلى وحدة المجتمع المدني ضد الأخطار الداخلية والخارجية. ثم سيدنا محمد قام بتنظيم العلاقات عن طريق صحيفة المدينة بين المسلمين وأهل الذمة. فيبقى عندي كده في حاجة اسمها تعايش سلمي، في عندي حاجة اسمها مبدأ المواطنة بين المسلمين واهل الذمه. السؤال اللي وراه يا زغليل صلى على النبي انت وهي: حدد اوجه الاختلاف بين دار الارقم ابن ابي الارقم ومسجد النبي. السؤال ده جميل جدا يا جدعان. اول حاجه عندي لو انا قلت وجه الشبه والاختلاف، الاثنين نشر الاسلام، تمام؟ تعالى بقى وجه الشبه او اسف وجه الاختلاف. اول حاجه دار الارقم ابن ابي الارقم ده كان في الدعوه السريه، اما مسجد النبوي كان في الدعوه الجهريه بعد الانتقال. دار الارقم ابن ابي الارقم ده كان في مكه، اما المسجد النبوي كان في المدينه. دار الارقم ابن ابي الارقم كان ديني بس، اما المسجد النبوي كان ديني، كان ثقافي، كان اجتماعي، كان سياسي، كان عسكري. فده وجه الاختلاف اللي وراه. استخلص اسباب الوفاق بين القبائل العربيه واليهوديه في يثرب قبل ظهور الاسلام. دي مرحله الوفاق، هقول فيها ان كان اسبابها اقتصاديه بسبب قوه اليهود اقتصاديا، وده ترتب عليه ان هم كانوا بيحسنوا معامله القبائل العربيه اللي هي الاوس والخزرج، ولم يجبروهم على الدين الاسلامي، واتفقوا معاهم على مبدا المواطنه والدفاع المشترك. تعالى اللي وراه على طول. حدد الاثر الناتج عن موقف الرسول من المنافقين في مجتمع المدينه. موقف الرسول من المنافقين ان الرسول لم يقتلهم حتى لا يقال انه قتل اصحابه، وهنا كان هيبقى في تهديد للمجتمع المكي، المجتمع المدني، وهيحصل عدم استقرار لمجتمع المدينه، وقد يؤدي الى تفكك مجتمع مين؟ المدينه. فالرسول كان حريص كل الحرص على تماسك مجتمع المدينه. وطبعا موقف الرسول طبعا منهم كمان هقدر اقول ان ادى الى تفتيت جمعهم، وادى الى القضاء على جمعهم وحذر المسلمين منهم. اثبت صحه العباره التاليه تاريخيا: اختلف موقف ولاة مدن الشام من دعوه الاسلام. هقول العباره صحيحه على فكره. ليه؟ انا عندي شرحبيل ابن عمرو الغساني قتل رسول سيدنا محمد، وعندي حاكم معان ده اعلن اسلامه، فكان هنا في عندي اختلاف، حد فيهم قتل الرسول والتاني اعلن اسلامه واتقتل بعدها. السؤال اللي بعديه 43 بيقول لك: اثبت صحه العباره التاليه تاريخيا: اختلف موقف ولاة مدن الشام من دعوه الاسلام. طبعا اقول العباره صحيحه، في عندي حد ايد وحد عارض. مين اللي ايد؟ اللي ايد حاكم والي مدينه معان، وده تم بعد اسلامه اتقتل، تمام؟ مين اللي عارض؟ عندي 2.
شرحبيل بن عمرو الغساني قتل الرسول سيدنا محمد اللي هو الحارث بن عمير. ثم عندي الثاني اللي هو الحارث بن ابي الشمر الغساني اللي هو حاكم دمشق، دوت هدد بمين؟ بان هو يحاصر المدينه. تمام، فانا عندي حد ايد وحد مين؟ عارض. اللي وراه استنتج اسباب ارسال قريش رساله الى عبد الله بن ابي بن سلول في المدينه بعد هجره المسلمين اليها. اول حاجه عندي هقول انه كان زعيم الخزرج، وطبعا التقائه في المصالح معاهم وهو كرهه للدين الاسلامي وكرهه للدوله الاسلاميه ومساعدتهم على تفكيك الدعوه او تفكيك الدوله الاسلاميه، فالمصالح كانت ايه؟ واحده. اللي وراه حاول المنافقون تفتيت صفوف المسلمين بعد هزيمتهم في غزوه احد في ضوء العباره السابقه. ما مقترحاتك لحمايه المجتمع من الانقسام الداخلي؟ اول حاجه عندي اقول توحيد الامه، التاكد من الصفوف الداخليه، ممكن اقول عندي البعد عن نشر الاشاعات والاكاذيب، والتاكد من صدق الفعل قبل القول، عشان ممكن حد يقول لك انا حبيبك ويطلع عدوك والعكس. اللي وراه استنتج تاريخيا من وجهه نظرك اثر الشائعات على المجتمع حاليا. السؤال ده لسه مجبره من شويه طبعا، واحنا هنقول طبعا اثر الشائعات يؤدي لتفكك المجتمع، عدم استقرار المجتمع، تهديد امن واستقرار مين؟ المجتمع. اللي وراه زغاليل ركزوا. يعتبر خطر المنافقين من اكبر الاخطار الداخليه التي واجهت الدوله الاسلاميه الوليده. في ضوء العباره السابقه وضح كيف مثل المنافقون تهديدا خارجيا. طبعا التهديد الخارجي الاول التعاون مع قريش والتواصل مع القريش، خصوصا بعد غزوه احد انسحبوا بثلث الجيش وراحوا ابعتوا لهم وقالوا لهم احنا عايزين نرجع لكم تاني واحنا اسفين واحنا معاكم، وتعاونوا طبعا معاهم في اضعاف او تفتيت الجبهه الداخليه للدوله الاسلاميه. اللي وراه حدد اوجه الشبه بين اسلوب اليهود واسلوب المنافقين من حيث عداوتهم للدوله الاسلاميه. هقول ان الاثنين اسلوبهم واحد عشان بيتكلم على وجه الشبه، الاثنين اسلوبهم واحد الا هو تهديد وتفكيك الدوله الاسلاميه. هقول الاثنين استخدموا حاجه اسمها الحرب النفسيه او حرب الشائعات والاكاذيب، واحد فيهم يستخدم حادثه الافك اللي هم المنافقين، واليهود يستخدموا مين؟ التعدي على حرمه المراه المسلمه. ثم الاثنين تحالفوا مع الاعداء الخارجيه، سواء المنافقين مع قريش لما كانوا بيتواصلوا معاهم، واليهود مع قريش في غزوه الاحزاب. خلي بالك من الحته دي جدا. ماذا كان يحدث اذا التزم اليهود بما جاء في صحيفه المدينه؟ طبعا كنا هنقول سيستمر عيشهم في المدينه، سيكبر اقتصادهم، لم يحدث اي مشاكل او اي حروب، ولم يطردوا من المدينه، ولم يقتل يهود بني قريظه، ولم يسبى نسائهم ولا اطفالهم، ولم يغادر يهود بني القينقاع ويهود بني النضير الى الشام. دي كلها اجابات طبعا معايا. اللي وراه السؤال اللي وراه على طول بيقول لك 95. السؤال اللي وراه اقترح وسائل تحقيق التنميه الزراعيه في مصر مسترشدا بما قام به رسول الله. اول حاجه عندي هقول احياء الارض الميته او الارض البور او الارض المهمله واعاده توزيعها على الشباب. هقول الاهتمام بمشروعات الري، هقول الاهتمام بتنظيم الري، هقول استخدام احدث وسائل تنظيم مين؟ الري، زي الرش بالتنقيط. اللي وراه اثبت تاريخيا صحه العباره الاتيه: كان المسجد دور في تنظيم الحياه الاجتماعيه عند تاسيس الدوله الاسلاميه. هقول طبعا كان ملتقى الصحابه او ملتقى اصحاب الرسول اللي هم المهاجرين والانصار، وكان مأوى للمهاجرين لان ما كانش لسه ليهم بيوت، فكان طبيعي ده المأوى بتاعهم. من خلال تحليل الخريطه التي امامك استنتج لماذا فضل الرومان الطريق صاد عن الطريق سين. تعال بقى، انتوا مش هتشوفوهم طبعا. طبعا طريق التجاره في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام، احنا لو اتكلمنا مع بعض في طرق بحريه وطرق بريه. صاد اهو بحري، و فين سين؟ سين فوق ده بري. تمام، فهو بيقول لك ليه فضلوا الطريق صاد على الطريق سين. بص، اولا هو هنا في مين؟ العراق فارس، وهنا الدوله البيزنطيه اللي هم الروم، فطبيعي لما يعدوا من هنا دول اعدائهم اللي هم مين؟ الفرس، فطبيعي لما يعدوا من صاد. صاد دي يعني نهري، ماليش دعوه بصاد وسين، لكن الفكره كلها في حاجه واحده، ان سين معناها بلاد فارس، وبلاد فارس هم اعداء مين؟ اعداء الروم، فلما ياخدوا صاد اللي هو البحر والطريق ده كله يبقى هم بعاد عن اعدائهم. اللي وراه قرر الرسول صلى الله عليه وسلم السير لفتح مكه واخفى عن الناس جهه الغزو. في دول العباره السابقه استنتج اسباب اخفاء الرسول خبر الغزوه. اول حاجه عندي هقول طبعا حتى لا يعلم احد، وبسبب المسافه اللي ما بين مكه والمدينه، وممكن حد من المنافقين يروح يبلغهم، فطبيعي اللي يحصل فيبقى عنصر المفاجاه تم ايه؟ تم القضاء عليه، يبقى لا طبعا. اللي وراه 99. السؤال اللي وراه 99 بيقول لك: جاءت مقاطعه قريش لبني هاشم متناقضه مع اهداف حلف الفضول ففند اوجه التناقض. طبعا مقاطعه قريش لبني اميه او لبني هاشم كانت مقاطعه اقتصاديه واجتماعيه، وده كان ضد حلف الفضول، لان حلف الفضول كان كل القبائل العربيه او كل القبائل او كل بطون قريش كانت متفقه على نصره المظلوم واعانه المظلوم على الظالم، لكن هم هنا ما نصروش المظلوم، بدليل ان هم عملوا مقاطعه واعلنوا المقاطعه ديت في جوف
الكعبه، والمقاطعه كانت شديده جدا خصوصا الاقتصاديه، لانهم قال لك لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا يتجوزوا مننا ولا منهم، وقعدت المقاطعه 3 سنين وحصروهم في وادي شعب ارض اللي هو منطقه ضيقه ما بين جبلين، حتى وصل الامر ان هم بني هاشم وبني عبد المطلب كانوا بياكلوا ورق الشجر من شده الجوع، وده طبعا كان على النقيض خالص مع مين؟ مع حلف الفضول اللي وراه. ما العلاقه بين العادات الايجابيه لدى العرب قبل الاسلام وتكوين حلف الفضول؟ هقول لك ان من العادات الايجابيه عند العرب هي نصره المظلوم او العصبيه القبليه الايجابيه، وده ظهر عندي في حلف الفضول اللي اجتمع كل العرب على نصره المظلوم وعلى اتخاذ او على وجوب قيام الحق او العدل. ما وجه الارتباط اللي وراه على طول 101 بين علم الانواء والنشاط الاقتصادي لسكان شبه الجزيره العربيه؟ يبقى انا هنا بتكلم على علم الانواء، يعني بتكلم على فلك، فبتكلم على رياح، والرياح ساعدتني في حاجتين، ساعدتني في الزراعه وساعدتني في التجاره. في الزراعه ازاي يا مستر؟ عشان هبوب الرياح وفي نفس الوقت هبوب الامطار او سقوط الامطار، وده يخليني اوفر على نفسي مواسم معينه في الزراعه، يعني حاجه زي الشعير او القمح كان بيحتاج ميه كتير فمش ينفع يتزرع في اي وقت في السنه، تمام؟ وده برده ساهم عندي في التجاره سواء الداخليه او التجاره البريه او البحريه. بريه عشان خاطر القوافل ما تتوهش لما يحصل عندي مثلا مطر شديد او يحصل عندي رياح عاليه جدا، او في البحر يحصل عندي انقلاب للسفن، فطبيعي تم استخدامها في الاثنين وفرق جدا معاهم، وفعلا كانوا العرب متقدمين جدا عن اي حد في علم الانواء اللي وراه. ما وجه الارتباط بين العادات السيئه عند العرب والعلاقات بين القبائل قبل الاسلام؟ يبقى انا هنا بتكلم على العصبيه القبليه السلبيه، وهنا بتكلم على الحروب، وهنا بتكلم على حاجه زي حرب الفجار اللي هو الاخذ بالثأر، وهتكلم ايضا كمان عندي على حاجه ثانيه الا وهي على المرعى. السؤال اللي وراه دلل فشل سفراء قريش في مهمتهم اكثر من مره منذ بدايه الدعوه الاسلاميه حتى العام الثامن. السؤال ده جميل جدا، الموضوع ده حصل عندي مرتين. فشل سفراء قريش اول مره كان في العام السابع من البعثه لما ارسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي رواحه، والاثنين راحوا لنجاشي الحبشه محملين بالهدايا، وطبعا كانوا عايزين يخضعوا النجاشي، لكن النجاشي طبعا بحكمته وعدله قال لهم لا انا هسمع المسلمين الاول وهتكلم، وبعدها رفض يديهم المسلمين، فرجعوا طبعا واخدين على قفاهم. ثم الموضوع الثاني اللي هو كان في بعد صلح الحديبيه لما نقضت قبيله بكر وقتلت حد من قبيله خزاعه تبع سيدنا محمد، فقريش ارسلت ابو سفيان بن حرب لسيدنا محمد اكتر من مره عشان خاطر الصلح يرجع تاني والدنيا تبقى تمام. سيدنا محمد طبعا رفض وتم فتح مكه، فالاثنين فشلوا فيها. ما تقييمك لصدق العباره الاتيه؟ عرفت بعض مناطق شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام نظام توزيع السلطه بين المركزيه والمحليه. هقول تقييم العباره ان العباره صحيحه فعلا، عندي سلطه مركزيه وده حصل في الشمال سواء شمال شرق او شمال غرب اللي هي الغساسنه والحيره، وحصل عندي في الجنوب اللي هي اليمن، والاثنين كانوا نظام شبه ملكي، وكان فيهم عندي سلطه مركزيه الا وهي الملك معاهم كبار الموظفين، وكان فيهم سلطه لا مركزيه اللي هو حكام الاقاليم عشان يديروا شؤون البلاد. اللي وراه حدد الدليل على مدى صدق العباره الاتيه. تعددت طرق الشراء عند العرب قبل الاسلام في شبه الجزيره العربيه. هقول العباره صادقه. عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها المقايضه اللي ما كانش عندهم عمله، ما كانش عندهم استقرار سياسي طبعا، وكان عندهم عصبيه قبليه سلبيه. وعندي الحاجه الثانيه اللي هي الدينار الرومي والدرهم الفضي الفارسي، وده طبعا تواصل مين؟ حضاري. اللي وراه ما تقييمك صدق العباره التاليه؟ زكريا صلي على محمد انت ويا حبيب قلبي. كانت القبائل اليمنيه هي النواه التي اسست بعض الممالك في شمال شبه الجزيره العربيه. اقول العباره دي طبعا ايه؟ صادقه وصحيحه. ليه؟ اللي حصل عندي القبائل اليمنيه كانت موجوده في سد مأرب في اليمن، وسد مأرب يعني تنميه زراعيه، يعني تنميه اقتصاديه، يعني عندي تنميه مستدامه. حصل انهيار لسد مأرب فهجره اجباريه او هجره طبيعيه فترتب عليها المغادره الى الغرب والمغادره الى الشمال سواء الشرق او الغرب، بس هو هنا بيسال على مين اكتر؟ بيسال على الشمال. اثبت تاريخيا صحه العباره الاتيه حرص الرسول عليها تمسك المجتمع المكي بالرغم من عداوه قريش له، وده طبعا قبل مين؟ قبل الهجره، ان سيدنا محمد طبعا ما ردش الاساءه بالاساءه، وسيدنا محمد كان هنا هدفه الحفاظ على المجتمع المكي من التفكك، وحرصه على تمسك المجتمع دوت حتى لا تحدث حرب ما بين مين؟ القبائل وبعضها البعض. استنتج اسباب اهتمام الغساسنه ببناء القلاع وذلك لحمايتها زي القسطل، وذلك لحمايتها من الدوله المجاوره ليها اللي هي الحيره، او من غزو الروم او الاعداء الداخليه او الاعداء الخارجيه بصفه عامه اللي هم مين؟ الفرس. وخلي بالك ان الغساسنه والحيره الاثنين كانوا جنب بعض انت وهي. ماشي يا زغلول انت وزغلوله اللي وراه. أية صحة العبارة الآتية تاريخيا. أكدت صحيفة المدينة التي أقرها الرسول على مبدأ المواطنة. هقول طبعا العبارة برضو صحيحة، وحصل مبدأ المواطنة عن طريق تنظيم العلاقات بين الأفراد، وهنا حق لأهل الذمة اللي هم لهم حق في حرية الدين، لهم حق في اختيار الدين لا يجبروا على دين، ولهم استقلال مالي. اللي وراه
استخلص اهم القيم الموجوده في النص المقابل. قال الرسول عليه افضل الصلاه والسلام: يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم؟ قالت قريش: خير، اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء. استخلص اهم القيم في النص السابق. هقول التسامح، هقول العفو عند المقدره، هقول قزم الغيظ، هقول نشر مبادئ، او هقول الصبر، وهقول التسامح الانساني. ما اثر عفو الرسول على اهل مكه في عام الثامن؟ هقول اقبال اهل مكه على الاسلام، تدافعوا كتير جدا، راح الدين الاسلامي ودخل. ليه؟ لانهم شافوا عدل وتسامح ورحمه الدين الاسلامي في متجسدة في مين؟ في سيدنا محمد اللي وراه. حدد وجه الاختلاف بين موقف الطائف والحبشه من الدعوه الاسلاميه. تم رفض الدعوه الاسلاميه عن طريق الطائف، وتم ادماء قدمي سيدنا محمد، وتم طرده من الطائف واتريقوا عليه طبعا. اما الحبش النجاشي تم احتواء المسلمين، وكان عنده حكمه وعداله في دوت، وتم يعني نقدر نقول ان الاختيار لسيدنا محمد كان مختار لنجاشي الحبشه فعلا كان اختيار ثاقب واختيار صحيح. طبعا الاثنين مختلفين عن بعض، واحد نصر والتاني رفض. بيقول لك: دلل عمل الرسول على وحده عرب يثرب قبل الهجره اليها. والسؤال ده برضو جميل جدا. بص بقى انت وهي اللي حصل في بيعه العقبه الثانيه في العام ال 13 لما جه 73 رجل وامرأتان. سيدنا محمد انتخب 12 نقيب منهم، 9 من الاوس و3 من الخزرج. ليه؟ هم اصلا كان في ما بينهم صراع. فاللي بيبقى فيه نقيب، عارفين يعني ايه نقيب اصلا؟ نقيب يعني يروح يبلغ الدين عن سيدنا محمد، يعمل كل حاجه زي سيدنا محمد بيقول، يعني بالبلدي كده ينقل مكارم الاخلاق. فانا هنا عملت ايه؟ بدات ان انا الف ما بينهم، اخي ما بينهم قبل ما اروح لهم فين؟ في المدينه. حتى لما راح كان الموضوع خلاص شبه انتهى. حدد اوجه الشبه والاختلاف بين الانشطه الاقتصاديه في مكه ويثرب قبل الاسلام. هقول ان الاثنين كانوا مشتركين مع بعض في وجه الشبه، ان الاثنين عندهم موقع متميز، ان الاثنين عندهم تجاره. اما وجه الاختلاف ان يثرب كانت واحه زراعيه، اما مكه ما كانتش واحه زراعيه. مكه كانت تجاريه اكتر، كان عندها اسواق زي مجنه وزي المجاز، وكان عندها رحلتي الشتاء والصيف، فعندها وايضا عندها كمان حاجه، عندها مكانه دينيه كانت بتساهم في النشاط الاقتصادي. اللي وراه دلل على صدق العباره الاتيه تاريخيا: تغلب الولاء السياسي على الانتماء العرقي في شمال شبه الجزيره العربيه. اقول العباره صادقه صحيحه، وده حصل في مملكتين، اللي هي مملكه الغساسنه اللي كانت تبع الروم، ومملكه الحيره كانت تبع العراق. فالعراق كانوا تبع الفرس ومتحالفين معاهم سياسيا ضد المملكه الثانيه اللي هي الغساسنه والروم، مع ان الاثنين كان اصلهم عرق مين؟ واحد، والاثنين ديانه واحده، والاثنين جايين من مكان واحد. فغلبوا كده السياسه الخارجيه على الاصل العرقي. اللي وراه للطبيعه اثر على الحياه الاقتصاديه عند العرب في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. اثبت بالادله التاريخيه صحه العباره السابقه. خد بالكم انا في اسئله كتير جدا بنرجع نكررها تاني، مش نكررها بنفس الشكل بس بحل بشكل تاني. ليه؟ انا قلت لك ان انا هحصر لكم كل الامثله المقاليه سواء في كتاب الامتحان او المصدر عشانكم، فطبيعي احنا بنحل كم كبير جدا، فده في النهايه هيبقى لكم انتوا ان شاء الله، هيعود عليكم بالخير ان شاء الله، وتنجحوا في اللي انتوا عايزينه، وربنا يكرمكم ان شاء الله في الامتحان. للطبيعه اثر على الحياه الاقتصاديه عند العرب في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. الطبيعه يبقى بنتكلم طبعا على شبه الجزيره العربيه، يبقى انا هتكلم في الغالب على وسط شبه الجزيره العربيه، وهتكلم على مين؟ هتكلم على مكه ويثرب والطائف، وهتكلم على الحرفه اللي كانت منتشره جدا اللي هي حرفه الرعي، بسبب الظروف الصحراويه، بسبب الظروف الطبيعيه، بسبب الظروف المناخيه. كانت فرض عليا الرعي والزراعه، وكانت فرض عليا خيم من نوع معين، وكانت فرض عليا كمان لبس من نوع معين، وكانت فرض عليا حاجات كتيره جدا. وممكن اقول بقى كمان في الطبيعه في الحاله الاقتصاديه عند العرب في شبه الجزيره العربيه، وممكن اقول كمان الجنوب كانت عنده طبيعه عشان كان عنده تربه خصبه وعنده مياه امطار وابار، فده ترتب عليه ان هم كانوا مهره في الزراعه اللي هم الاوس والخزرج اللي وراه. قامت على الاطراف الشماليه شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام عده ممالك تشابهت في كثير من الجوانب. في دول العباره السابقه استخلص اهم الجوانب اللي تشابهت فيها هذه الممالك. فانا هنا بتكلم على مملكتين، بتكلم على الغساسنه وبتكلم على الحيره. بص بقى حبيب قلبي انت وهي، صلى على النبي الاول بالراحه. الاثنين اصل عرق واحد، الاثنين ديانه واحده، الاثنين جايين من مكان واحد، الاثنين عندهم طبعا ديانه مسيحيه، الاثنين شغالين بمورد اقتصادي واحد الا وهي مين؟ الزراعه. الاثنين عندهم معابد واديره، سواء دير هند بنت نعمان والناحيه الثانيه كنيسه اسمها كنيسه الرصافه. الاثنين عندهم قصر الخرونق والناحيه الثانيه قصر جبله. تمام؟ يبقى انا كده عندي تشابه في كام حاجه؟ في كتير جدا. اما وجه الاختلاف فبرجع للديانه ان هنا في مجوسيه هنا مش موجوده. عند الغساسنه في قصر او قلاع زي قلعه القسطل مش موجوده الناحيه الثانيه. وطبعا الاختلاف بينهم برضو كان في ايه؟ ان ولائهم السياسي او سياستهم الخارجيه ما كانتش واحده، لكن هو هنا بيتكلم على التشابه.
ما العلاقه بين النشاط الاقتصادي والثقافه عند العرب قبل الاسلام؟ السؤال ده جميل جدا. ثقافه يعني بيتكلم على اسواق، ونشاط تجاري يعني تجاره، فبتكلم على ان الاسواق التجاريه لم تكن للتجاره فقط، بل كانت ايضا لممارسه الشعر والخطابه والتنافس بين الشعراء زي النابغه الزبياني. يعد الاخذ بالصقر من العادات التي انتشرت في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام. اقترح حلول للتغلب على هذه العاده زي ما احنا ما قلنا. يبقى تطبيق القانون بيد من حديد، نشر الوعي ما بين الافراد، هقول الاهتمام بالتعليم، وهقول زياده محو الاميه. اثبت صحه العباره الاتيه تاريخيا. كان المسجد في عهد الرسول مقر للسلطه التنفيذيه، طبعا ده اسمه الاداره المركزيه للدوله، وده كان من خلاله بيتم اخذ القرارات السياسيه والقرارات العسكريه، ده طبيعي جدا، دي كانت مهماته. دلل على صحه العباره الاتيه تاريخيا. لعب اليهود دورا كبيرا في عدم استقرار المجتمع في يثرب قبل الاسلام، وقالوا عباره صحيحه، وده اللي حصل. استخدموا سياسه اسمها فرق تسد، وهي العداوه والبغضاء والوقوع بين الاوس والخزرج نتيجه انخفاض المكانه الاقتصاديه والاجتماعيه لليهود وارتفاع المكانه الاقتصاديه والاجتماعيه للاوس والخزرج، ففرقوا ما بينهم عن طريق ان في قبيلتين راحوا مع الاوس اللي هي بني النضير وبني قريظه، والناحيه الثانيه بني قينقاع مع مين؟ مع الخزرج، التانيين مع الاوس. حدد تقييمك لموقف النجاشي من مطلب قريش عند هجرة المسلمين إلى الحبشة. هقول لك موقف النجاشي إن موقف صائب، موقف حكيم، موقف رجل يتمتع بالحكمة، وهقول إن هو نال ثقة الرسول واستحقها، وهقول إن النجاشي كان ملك أو حاكم عادل لم يسمع من طرف واحد. دي كلها حاجات طبعا كويسة جدا. وضح موقف قريش من هجرة المسلمين إلى الحبشة وهجرتهم إلى اليثرب. طبعا هجرة للحبشة عملوا إيه؟ أرسلوا على طول وراهم عمرو بن العاص ومين؟ عبد الله بن أبي رواحة، اتجننوا طبعا. وهجرتهم إلى يثرب طبيعي جدا، بدأوا في التواصل مع أعداء الإسلام، سواء كان المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول بعد غزوة أحد بالذات لما سحب بثلث الجيش، وكانوا بيتواصلوا مع اليهود أيضا لما حصل في غزوة الأحزاب. اللي وراه السؤال اللي وراه على طول بيقول لك 34 سنه المسلمين بعد وفاه النبي على نهجه، فكانوا يخيرون من يقاتلون بين امور ثلاثه، الا وهي الدخول في الاسلام او الدفع للجزيه او القتال، وده فعلا حصل. دي فلسفه الدين الاسلامي او فلسفه الفتح، انهم لم يجبروا احد على الدين الاسلامي، ولم يدخلوا بحد السيف، ولم يكن القتال هو الاولويه، وان الاسلام ظهر لخروج الناس من الظلمات الى النور، وان المسلمين هم اللي كانوا محتاجين الاسلام وليس الاسلام هو اللي محتاجهم. وده ظهر في ايه؟ لا تغيروا عليهم ليلا، لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امراه ولا طفل، لا تهدموا معبد ولا كنيسه، لا تقطعوا شجره ولا زرعا. يبقى ده كله ايه؟ فلسفه الدين الاسلامي بيدل على حريه، على مساواه، على عدل، على تسامح، وده عكس مين؟ الغزو. اتخذ ابو بكر الصديق موقفا حازما من المرتدين رغم اختلافه مع بعض الصحابه. في ضوء العباره السابقه اسباب اتخاذ ابو بكر الصديق موقف حازم من حركه الرده. طبعا اسباب او استنتج اسباب ليه؟ تهديد للدوله الاسلاميه او الكيان الاسلامي الجديد، خوفه على الدوله الاسلاميه، خوفه على الاستقرار الداخلي للدوله الاسلاميه، عشان كده سيدنا ابو بكر اتخذ موقف حازم وكان ضد موقف سيدنا عمر بن الخطاب اللي وراه. استنتج اسباب قيام ابو بكر الصديق بتولي القياده العامه لجيوش حروب الرده لخالد بن الوليد. هقول بسبب ارتفاع مكانه خالد بن الوليد السياسيه والعسكريه خصوصا بعد غزوه مؤتة، واستخدامه للتخطيط الجيد، وقدرته على البراعه امام الروم في معركه او في غزوه مؤتة. كان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يوصي قاده جيوشه قائلا بسم الله وفي سبيل الله. وضح العلاقه بين القول السابق وفلسفه الفتح الاسلامي. لسه قايلين من شويه ان الفتح الاسلامي او ان الاسلام جه عشان يخرج الناس من الظلمات الى النور، ان المسلمين هم اللي كانوا محتاجين الاسلام وليس الاسلام هو اللي محتاج المسلمين، ان الاسلام فلسفته كانت قائمه على ان السيف لم يكن له الاولويه، كان عندي اول حاجه الاسلام ثم الجزيه ثم القتال. لم يجبر احد الاسلام على الدخول في الدين، ولم يظهر سيف الاسلام الا في وجه اثنين، الاكاسره والقياصره اللي عندهم جيوش، وده حصل عندي في التسامح والموده والرحمه والحريه والمواطنه وحقوق الانسان. وحصل عندي لما احنا قلنا لا تقتلوا طفلا ولا انثى ولا رجلا، لا تغيروا عليهم ليلا، لا تهدموا معبدا، لا تقتلوا طبعا رهبانا، ولا تقطعوا شجرا او زرع. السؤال اللي وراه زغلول 38 بيقول لك اثبت صحه العباره الاتيه تاريخيا. كان المسلمين السبق في احترام حقوق الانسان في الحروب. هقول العباره صحيحه، ودوت حصل لما سيدنا محمد اوصى الفاتحين لا تغيروا عليهم ليلا حتى لا تروعوهم، ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امراه ولا طفل، ولا تهدموا معبد، ولا تقتلوا رهبانا، ولا تقلعوا زرعا. اللي وراه ماذا كان سيحدث اذا اختلف موقف ابو بكر الصديق مع المرتدين؟ اول حاجه هقول عليها تهديد امن واستقرار الدوله الاسلاميه، سوف يؤدي الى انتشار واتساع حركه الرده، سوف يهدد الدين الاسلامي والدوله الاسلاميه ويؤدي الى عدم توازن الدوله الاسلاميه. اللي وراه انتشرت حركه الرده في شبه الجزيره العربيه، وكان المرتدون نوعين: الاول قوم ظلموا
وظلوا مسلمين ولكنهم امتنعوا عن اداء الزكاه، ده طبعا جانب ديني واجتماعي. والثاني قوم ادعوا النبوءه، ده جانب سياسي. في ضوء ما سبق استنتج اسباب خطوره كلا النوعين على الدوله الاسلاميه. هقول ان النوع دوت مثلا الاولاني ده كان سوف يؤدي الى سقوط ركن من اركان الدين. وخلي بالك ان اركان الاسلام جايه بالترتيب، ما ينفعش ان انا اروح مثلا حج قبل ما ازكي، ما ينفعش. وما ينفعش اصوم قبل ما اصلي، ما بتجيش خالص، لازم بالترتيب. فيحصل عندي كده ايه؟ سقوط لركن من اركان الدين، ولو حصل يبقى الدين كله سقط. تاني حاجه، لو هتكلم على ادعاء النبوه يبقى انا كده هادي الى تهديد امن واستقرار الدوله الاسلاميه السياسي، وبالتالي الدوله تقع. ماذا كان يحدث اذا كان الرسول قد اوصى بالخلافه لاحد الصحابه؟ هقول اول حاجه عندي لم يظهر اجتماع سقيفه بني ساعده، ولم يتم اختيار او لم يظهر مبدا الشورى بين المسلمين. خلاص بسيطه جدا يعني. اجتمع الانصار بعد وفاه النبي في سقيفه بني ساعده واختيار من يتولى امر المسلمين، والتفوا حول سعد بن عباده اللي هو كان من الخزرج، وعندما انضم اليهم بعض المهاجرين انتهت المشاورات الى اختيار ابو بكر الصديق. طبعا اجتمع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو عبيده بن الجراح. في ضوء مجموع العباره السابقه استنتج اسباب الاتفاق على سيدنا ابو بكر الصديق. طبيعي جدا، هو اول من اسلم من الرجال، جاهد بماله ونفسه وعرضه للدين الاسلامي، كان من اغنى اغنياء قريش، ترك كل ما يملك للدين الاسلامي. سيدنا محمد كان ليه مقوله معاه مشهوره جدا، قال له انت هتسيب ايه لاهلك؟ قال لهم تركت لهم الله ورسوله. سيدنا ابو بكر كان اسمه او يعني كان بيصدق سيدنا محمد في اي حاجه. وعايز اقول لكم ان اصلا الخلافه لما كانتش نزلت، او الوحي لما كانش نزل لسيدنا محمد، يقال ان هو كان ينزل على سيدنا ابو بكر لشده تعلق ومساله اخلاق سيدنا ابو بكر مع مين؟ مع سيدنا محمد. يبقى هو طبيعي. وفي مرض الرسول مين اللي صلى بالمسلمين؟ هو سيدنا ابو بكر، تمام؟ فهو اللي يقدر يوحد الامه. اللي وراه، وضح برايك موقف بطريرك بيت المقدس عندما اشترط اتمام الصلح مع الخليفه عمر بن الخطاب. طبعا هو هنا بيتكلم على قدسيه المدينه، ده اولا، وان كان موجود عندهم طبعا في الكتب المقدسه ان اللي كان هيستلم مفاتيح بيت المقدس كان هيبقى خليفه عادل ثوب مرقع وهيجي بوصف معين، وفعلا قد كان حصل بيان الموضوع ده كله بصفه عامه. فهو صمم هنا لقدسيه المدينه الدينيه. ما رايك في بنود صلح المسلمين مع اهل ايليا؟ ده يظهر مدى تسامح الدين الاسلامي، ده يظهر مدى رحمه الدين الاسلامي، ده يظهر مدى عدل الدين الاسلامي في المساواه وفي اطلاق المواطنه وفي اطلاق التعايش السلمي مع كافه الناس او مع اهل الذمه بمعنى اصح. ما العلاقه بين معركه اليرموك وفتح بيت المقدس؟ هو معركه اليرموك بعد ما انتصر فيها المسلمين بقياده سيدنا خالد بن الوليد على ملك الروم اللي هو هرقل، فده كان ليها بعد، والبعد ده بقى تم فتح المدين بعدها على يد عمرو بن العاص، وتم هروب الارطبون الى بيت المقدس، ثم بعدها تم فتح بيت المقدس. وبيت المقدس كان يمثل اهميه دينيه بالنسبه للمسلمين. وليه يا مستر؟ عشان احنا قلنا ان هو اولى القبلتين، فيه المسجد الاقصى، سيدنا محمد اعرج به في رحله الاسراء والمعراج. السؤال 44 بيقول لك ما تقييمك قصه العباره التاليه تعددت هزائم الارطبون قائد الروم امام العرب؟ بقول العباره طبعا صادقه، تم هزيمه الارطبون في معركه اجنادين امام القوات الاسلاميه بقياده عمرو بن العاص، وتم فتح باقي مدن الشام، وتم تامين البلاد، ثم تم محاصرته في بيت المقدس وهرب الى مصر مركز الثقل البيزنطي لتجميع قواته مره اخرى، وتم فتح بيت المقدس. يبقى اتهزم مرتين، وده بيدل على ضعفه وقوتنا. اثبت صحه العباره التاليه تاريخيا. يعد رفض الخليفه عمر بن الخطاب بالصلاه في كنيسه القيامه تطبيقا عمليا لشروط الصلح الذي عقده مع بطريرك بيت المقدس؟ هقول طبعا العباره صحيحه، وده ان لا تهدم معابدهم ولا صلبانهم، ولهم مطلق الحريه كمان ان هم ممكن يبنوا كمان كنائس. فكل ده بيعبر لي على مين؟ على نظره طبعا نظره تنبؤيه او مستقبليه للخليفه عمر بن الخطاب، وده بيدل على سماحه ورحمه الدين الاسلامي وتقديره لحقوق الانسان. السؤال اللي وراه بيقول لك من خلال تحليلك لنص المقابل ما مدلول عباره علي بن ابي طالب عففت فعفت رعيتك؟ وده بالمناسبه طبعا حصل لما تم ارسال طبعا الغنائم بعد فتح المدائن سعد بن ابي وقاص القصر الابيض. بتكلم على اليزدجارد، كان عنده يا جدعان حاجات محدش شافها خالص، فبعت كلها سيدنا عمر بالكم. سيدنا عمر طبعا بكى، في سيدنا علي طبعا بيتكلم بيقول له عففت فعفت رعيتك يا عمر، وان ارتعت لارتاعوا. يعني ايه؟ انت اصلا عفيف، انت اصلا امين، انت اصلا عندك عدل، فطبيعي جدا ان القاده والجنود والشعب يبقى زيك. لكن لو انت كنت بتسرق او بتعمل اي حاجه فهم هيبقوا زيك، وده دلاله على التاثر بمين؟ على التاثر بالحاكم، ودلاله على عدل سيدنا عمر بن الخطاب وعلى عفه سيدنا عمر بن الخطاب اللي وراه عليهم رحمه الله كلهم. السؤال اللي بيقول لك عدى الرسول جيشا بقياده اسامه بن زيد لحرب الروم؟ وبالمناسبه سيدنا اسامه بن زيد كان ابن زيد بن الحارثه اللي استشهد في غزوه مؤتة، ولكن توفى الرسول قبل خروجه. في ضوء العباره السابقه استخلص دوافع ابو بكر الصديق من ارسال جيش اسامه بن زيد. اول حاجه اقول تامين الدوله الاسلاميه، وقبلها طبعا كمان ممكن نقول الوفاء
بعهد او الوفاء بالعهد مع النبي او الالتزام بما قام به النبي. اللي وراه ايد صحه العباره الاتيه تاريخيا: السهم الذي اطلقه الفرس على المسلمين بعد ترك خالد بن الوليد العراق ارتد على الفرس مره اخرى. وقلت طبعا دي العباره صحيحه، وده حصل في معركه القادسيه، لان الفرس طبعا اغاروا على الاماكن اللي سيدنا خالد خدها اللي هي ذات السلاسل والبويب والحيره. بس سيدنا ابو بكر الصديق طبعا كلم سيدنا خالد فقال له يروح الشام، فاضطر ان هو يروح طبعا الشام، فتم اخذ الحاجات دي كلها. بعد وفاه سيدنا ابو بكر اللي حصل، سيدنا عمر بن الخطاب لما تولى الخلافه خلى سيدنا سعد بن ابي وقاص يكسب طبعا الفرس في معركه مين؟ القادسيه، وتم اخذ كل ما اخذوه، وتم ارجاع حدودهم لجبال مين؟ زاجرس اللي هو مين؟ العامل الطبيعي. السؤال اللي وراه زغليل 48 بيقول لك: ايه صحه العباره الاتيه تاريخيا؟ السهم الذي اطلقه الفرس على المسلمين. لا خلاص احنا جاوبنا ده طبعا. اللي وراه 49: ما تقييمك لارسال ابو بكر الصديق جيوش المسلمين لفتح العراق والشام بعد الانتصار في حرب الرده مباشره؟ هقول لك اول حاجه تاكيد على هيبه الدوله الاسلاميه، تامين الحدود الاسلاميه. هقول بقى حاجه حلوه قوي هنا كمان، الا وهي استثمار حماسه المسلمين وطبعا قدرتهم على الجهاد، لانهم لسه منتصرين فعندهم حماسه عاليه جدا، فنستثمرها طبعا بشكل مين؟ ايجابي. اللي وراه ارسل الخليفه ابو بكر الصديق في طلب استدعاء خالد بن الوليد والذي كان يقوم بفتح الجبهه الفارسيه عن طريق العراق. في ضوء العباره السابقه استنتج اسباب استدعاء ابو بكر الصديق لخالد بن الوليد. طبعا كان في 4 جيوش عندي هناك، تمام، عشان احنا متفقين، وكان فيهم عناتله عمرو بن العاص، ابو عبيده بن الجراح، يزيد بن ابي سفيان، كان في كتير جدا هناك. ولكن اللي حصل ان كانت القوات بتاعه الروم كانت اكتر، فطبيعي كانوا محتاجين حد يكون بقى جاي معاهم عنده تخطيط جيد، عنده كفاءة عسكرية، عنده قدرة على القيادة. عشان كده تم إرسال سيدنا خالد إن هو يروح من العراق لمين؟ للناحية الثانية للشام، وقد كان فعلا وانتصر على الروم في معركة اليرموك بعد كده. وده طبعا برضه بيدل على مين؟ على قدرة وبراعة سيدنا خالد بن الوليد. اللي وراه لعب العامل الجغرافي بمساندة العامل الحربي دورا حاسم في معركة بلاط الشهداء، حدد اثر هذه العوامل. لو هتكلم على العامل الجغرافي فانا هنا بتكلم على عامل طبيعي، بتكلم على طبعا بيئة وعرة، بتكلم على برودة طقس موجودة عندي. وايضا هنا لو هتكلم على العامل تاني الا وهي العوامل كلها العامل الحربي، فانا بتكلم على ازدياد او كثرة اعداد النصارى. هقول كمان قرب الامدادات منهم، بعد الامدادات عن المسلمين. هقول لم يكن يوجد تخطيط جيد من القائد عبد الرحمن الغافقي، تم استشهاد كل القاده. هقول بعد الامدادات عند المسلمين. هقول كمان حاجه مهمه جدا الا وهي ارهاق وتعب الجيش الاسلامي. فدي كلها عوامل طبعا ليها علاقه بمين؟ هو قصده بالجغرافيا طبعا، يعني طبيعه المكان بصفه عامه، فانا ضميت كله على بعضه. اللي وراه طيب السؤال ورا 43 بيقول لك: ما تقييمك لفتوحات الامويين في بلاد الفرنجه؟ لو انا هتكلم على تقييم، انا فيها جانب ايجابي وفيها جانب سلبي. الجانب الايجابي لو هتكلم عليه ان استطاع القائد عبد الرحمن الغافقي ان هو يسيطر على النصف الجنوبي من بلاد الفرنجه من الشرق للغرب في اشهر قليله جدا. وده طبعا اللي خلى دوك اكواتين ان هو يستنجد بمين؟ بتشارل مارتل اللي هو حاكم فرنسا. اما الجانب بقى السلبي، ودي بقى الغلطه اللي وقع فيها عبد الرحمن الغافقي، الا وهي ترك حاميات عسكريه في المكان اللي كان بيفتحه، فده ادى الى ضعاف قوات الجيش وانهاك الجيش، زائد ان ما كانش فيه تخطيط جيد. اللي وراه اثبت صحه العباره التاليه: كان فتح الاندلس دليل على براءه التخطيط العسكري للمسلمين. والعباره طبعا صحيحه، وده حصل ما بين الخليفه الوليد بن عبد الملك وحصل ما بين القائد موسى بن النصير، وده تم عن طريق تخطيط مسبق، وقال له خدها بالسرايا، واكد عليه كذا مره ان هو ياخدها بالسرايا، وتم اخذها بالسرايا عن طريق طارق بن زياد، وتم ملاقاه القوط في جبل الفتح او جبل طارق، وتم الانتصار عليهم. ثم تم ملاقاتهم مره اخرى وتم الانتصار عليهم في معركه مين؟ شازونا. اللي وراه على ما يدل طلب ملك الصين الصلح مع المسلمين. لو هتكلم عن الصلح مع المسلمين فانا هقول حاجتين: اول حاجه عندي هقول ادراك لقوه المسلمين، ادراك لقوه الجيش الاسلامي. ثاني حاجه حكمه وذكاء ملك الصين، ليه؟ وحرصه على جنوده، لانه لو دخل ايه اللي هيحصل؟ هيزعل، لانه سمع اصلا بالانتصارات وخصوصا مدينه بخاري، فطبيعي قال لك لا يابا انا احافظ على نفسي احسن. ماذا كان يحدث اذا لم يدخل البربر في الاسلام؟ اول حاجه اقول لك لم يستقر او لم تستقر الفتوحات الاسلاميه في الساحل الافريقي، استحاله، وكان هيبقى فيه طبعا عدم استقرار. 2 لم تنتشر اللغه العربيه، لم ينتشر الدين الاسلامي. هقول لم يتم تامين الحدود الغربيه للدوله الامويه، ولم يدخل البربر مع المسلمين او مع العرب في فتوحات زي فتوحات الاندلس. الأوروب ما العلاقه بين الخليفه معاويه بن ابي سفيان والدوله البيزنطيه؟ طبعا في علاقه، ان الخليفه معاويه بن ابي سفيان ادرك ان الخطر الاكبر زي بالظبط كده الخلفاء الراشدين وزي الرسول، ان الخطر الاكبر هي مين؟ هم الدوله البيزنطيه عليه، والدوله البيزنطيه كانت بتغير عليه دايما، فعشان كده قرر ان هو يعمل ايه؟ يامن نفسه. ازاي؟ عن طريق اول حاجه اقليم الصغور والعواصم، ودوت طبعا يعتبر هو اللي ابتدعه، ودوت يعتبر بردي. 2 ترميم المواني
والقلاع ودوت يعتبر بحري من ناحيه قبرص من تحت، ثم الشواتي والصوائف ودوت لهدف عسكري استخباراتي حربي، يبقى جيش واقف طول الصيف والتاني واقف طول الشتاء. ثم اخر حاجه عندي هيبدا ان هو يضغط على البيزنطيين. ازاي؟ ان هو يبدا ياخد منهم ممتلكاتهم، يتحول من الدفاع الى الهجوم في القسطنطينيه، ولكنه فشل في القسطنطينيه اللي وراه. استنتج اهم المعاني والقيم الوارده بالوصيه المقابله. وصيه الخليفه عبد الملك بن مروان لابنه مسلمه بالجند، فكن يا بني بالمسلمين بار رحيم وامير حليم ولا تكن عليك كفور. طبعا هنا بيتكلموا على التواضع وعلى الرحمه وعلى الذكاء وعلى العدل اللي وراه. استمرت معركه شازونه بين المسلمين والكوت 8 ايام، كما استمرت معركه بلاط الشهداء بين المسلمين والفرنج 10 ايام. في دول العباره السابقه استخلص وجه الاختلاف بين استعداد المسلمين للمعركتين. ابسط حاجه هقولها خالص ان في معركه شازونه كان في تخطيط جيد، في معركه بلاط الشهداء لم يكن في تخطيط جيد. في معركه شازونه كانت قريبه او قريبه من امتدادات المسلمين، قريبه حلوه، قريبه دي كانت قريبه من مين؟ من امتدادات المسلمين. اما بلاط الشهداء لم تكن قريبه من امتدادات المسلمين. تمام؟ يبقى انا كده عندي دول اهم حاجه موجودين عندي في الاثنين اللي وراه. ما تقييمك تلك العباره التاليه؟ حققت الفتوحات الامويه في الاندلس مبدا المواطنه؟ طبعا هقول العباره صحيحه طبعا، ده حصل عندي حريه اختيار العقيده، حريه الدين، وفي نفس الوقت تم القضاء على الطبقيه، يعني في عدل، في مساواه، في مبدا مواطنه ما بين كله اللي وراه. السؤال اللي وراه يا زغليل، صلوا على النبي انت وهي ازهر، فهو معايا كده. اتخذت الدوله الامويه اساليب عسكريه مختلفه لحمايه الحدود الشماليه. الحدود الشماليه يعني انا بتكلم على اسيا الصغرى، بتكلم على الروم. عندي 4 حاجات زي ما احنا لسه قايلين من شويه. اول حاجه عندي اقليم الصغور والعواصم، 2 ترميم القلاع والمواني، 3 شواتي وصوائف، ثم 4 التبديل من الدفاع الى الهجوم اللي وراه. فسر عدم قدره الامويين على مباغته الروم وفتح عاصمتهم. عندي حاجتين، عندي اول حاجه موقع جغرافي، وعندي اسباب طبيعيه مناخيه جغرافيه. الاسباب الطبيعيه المناخيه عندي مطر كتير، عندي برد قارس، ثم عندي تفشي الامراض زي الجدري. موقع جغرافي يعني انا عندي اسوار جوه وبره، يعني انا عندي ابراج مراقبه مرتفعه، عنصر مفاجاه كده تم القضاء عليه. ثم عندي حاجه ليها علاقه بعلم الكيمياء اللي هي النار الاغريقيه، وده بالمناسبه دي نار او لهب بيشتعل في السفن، لو جيت حطيت عليها ميه تولع اكتر. ثم اخر حاجه عندي السلاسل الحديديه. مركزين معايا؟ تمام. يلا استنتج اسباب العداء المستمره بين العباسيين والبيزنطيين. هرجع اقول اول حاجه عندي بسبب وراثه العباسيين لميراث ضخم من الدوله الامويه، فيجب الحفاظ عليه، وبالتالي بسبب الاغارات المستمره من البيزنطيين على اقليم الصغور والعواصم. واحنا اتفقنا مع بعض ان تمت السيطره على الاقليم ده بالكامل في عهد الدوله الامويه، فالرجاله عايزه تاخده منهم تاني، فطبيعي هيبداوا ان هم يعملوا معاهم حاجات، ادركوا ان هم برضو الخطر الاكبر، فيستخدموا معاهم نفس الاسلوبين اللي كانوا موجودين عند الامويين، اللي هو اقليم الصغور والعواصم ثم الشواتي والصوائف، ثم هيعملوا 2 مش موجودين، خروج الخلفاء بنفسهم معاهم، ثم الحاجه الثانيه اللي وهي تبادل الاسرى تبع القانون الدولي اللي وراه. تنسب دولة الأغالبة إلى إبراهيم بن الأغلب الذي أقام دولته في الشمال الأفريقي عام 184 هجريا. في دولة عبارة سابقة سبب ترحيب العباسيين بدولة الأغالبة لأنها دولة مستقلة، ودولة تساعد على تأمين الحدود الغربية للدولة العباسية، ودولة أسهمت إسهام كبير في العصر الأول في عصر هارون الرشيد في بسط السيطرة على الساحل الأفريقي وعلى السواحل الشمالية عن طريق صقلية. يبقى كده أمنت الناحية الغربية بالكامل، وفي نفس الوقت لو الأدارسة فكروا يعملوا حاجة هوب اترجلتوا جاي معورينهم على طول. اللي وراه. ورث العباسيون على الامويون ميراثا بريا وبحريا مترامي الاطراف شرقا وغربا. في دول العباره السابقه اسباب حرص العباسيين على الحفاظ على الميراث البحري. طيب السؤال ورا 35 بيقول لك ورث العباسيون على الامويين ميراثا بريا وبحريا مترامي الاطراف شرقا وغربا. في دول العباره السابقه استخلص اسباب حرص العباسيين على الحفاظ على الميراث البحري. هقول طبعا بسبب الرغبه في فرض السياده البحريه على سواحل البحر المتوسط بالكامل، وهقول تامين الساحل الافريقي بالكامل، وتامين الحدود الغربيه للدوله الاسلاميه. اللي وراه. ايد صحه العباره تدين الدوله العباسيه خلال عصرها الاول بالفضل للدول المستقله في حمايه مجالها الحيوي في الشمال. مجالها الحيوي في الشمال يبقى انا كده بتكلم عندي على حاجه حلوه جدا، الا وهي دولة الأغالبة عن طريق السيطرة على صقلية وضمها ليهم، وبالتالي تأمين الحدود الشمالية الساحل الأفريقي بالكامل، وأيضا الحدود الغربية للدولة العباسية. اللي وراه. السؤال اللي وراه بيقول لك ما وجه الاختلاف بين موقف الدولة المستقلة أو الدولة المستقلة من الخلافة في العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني. أول حاجة عندي هو العصر العباسي الأول ده عصر قوة، وبالتالي كان الولاء التام من الدول المستقلة للدولة العباسية، بالبلدي ما قدروش يعملوا أي حاجة. أما في العصر العباسي الثاني فكان دوت عصر ضعف، وبالتالي الدول المستقلة كانت بتعمل اللي هي عايزاه، وتم إنشاء دول مستقلة كتيرة جدا. أحمديون، أخشاديون، طولانيون قاموا مره بالفتوحات طاره، ومره ثانيه ان هو يبدا تقسيم او ضعف الدوله العباسيه. اللي وراه. ما تقييمك
لظهور الدوله المستقله في العصر العباسي الثاني. هقول ليه اثرين، ليه اثر ايجابي وليه اثر سلبي. الاثر السلبي اول حاجه عندي اللي زي ما انا لسه قايل من شويه اللي هو يؤدي الى ضعاف الدوله العباسيه، والاثر الايجابي يؤدي الى الفتوحات، وثاني حاجه حمايه الدوله العباسيه وصد الهجمات زي البيزنطيين. مين بقى؟ طولانيون، احمديون، اخشاديون اللي وراه. اثبت صحه العباره التاليه: صار العباسيون على نهج الامويين في اسيا الصغرى. هقول العباره طبعا صحيحه، وده حصل عندي في حاجتين: اقليم الصغور والعواصم، والحاجه الثانيه اللي موجوده عندي الا وهي الشواتي والصوائف، وكانوا مختلفين عنهم طبعا في حاجتين تانيين الا وهي خروج الخلفاء بنفسهم، والاخيره الا وهي تبادل الاسرى. طيب السؤال اللي ورا على طول بيقول لك: استخدامات الدوله الامويه عده اساليب عسكريه لحمايه الحدود الشماليه. لما اتكلم عن الحدود الشماليه يبقى انا هنا بتكلم على الدوله البيزنطيه، يبقى انا هتكلم عندي عن 4 حاجات. قلنا اقليم الصخور والعواصم ودوت بري، قلنا تاني حاجه عندي ترميم القلاع والحصون عشان يامنها بحريا، ثم نظام الشواتي والصوائف ودوت هدف استخباراتي حربي استطلاعي، واخر حاجه عندي الضغط على البيزنطيين من الدفاع الى الهجوم اللي وراه. ادرس الخريطه التاليه ثم استخلص اسباب حرص الخليفه هارون الرشيد على فتح قبرص. هقول لك بقى كده تأمين حدود الدولة العباسية، وتاني حاجة عندي هقول تأمين الشام ومصر من هجمات البيزنطيين. ليه؟ لأن قبرص اهي يا جدعان، ومصر اهي، والشام اهي، فهي قريبة من الاثنين، فطبعا مصر كانت تحت الخلافة مين؟ العباسية اللي وراه. اثبت صحه العباره الاتيه تاريخيا: اعتمدت الدوله العباسيه على اللامركزيه في الفتوحات الاسلاميه. وطبعا احنا اتفقنا مع بعض ان كلمه لامركزيه يعني دوله مستقله، وده حصل فعلا حقيقي، وقول العباره صادقه، وده حصل عندي في العصرين ان الدول المستقله كانت تحت ولاء الدوله العباسيه او تحت ولاء الحكام العباسيين في العصر العباسي الاول، وكان يتم استخدامها في الفتوحات، وكان يتم ايضا استخدام الدول المستقله في الحمايه او الرد على الاعداء زي الغزنويه، زي الغوريه، زي الاغالبه فين؟ في الغرب. ما تقييمك سلك العباره التاليه؟ السؤال ده احنا حليناه مره قبل كده. حققت الفتوحات الامويه في الاندلس مبدا المواطنه؟ هقول طبعا، لانها طريقه الحريه لاي شخص يعبد الديانه اللي هو عايزها، وايضا قضت على النظام الطبقي او نظام الرق او العبيد، وتمت المساواه. حدد اوجه الشبه بين غزوه مؤته ومعركه بلاط الشهداء. السؤال ده حلو جدا. وجه الشبه غير الاختلاف. الاختلاف يا جدعان البعد المكاني، دي في حته ودي في حته، اما وجه الشبه اللي هو بيسال عليه عندي حاجتين: اول حاجه عندي استشهاد القاده هنا واستشهاد القاده هنا، وثاني حاجه عندي انسحاب الجيش في مؤته وانسحاب الجيش في بلاط الشهداء. وخد بالك احنا في مؤته ما انسحبناش جبن يا جدعان، 100,000 قصاد 3000، بدليل ان احنا العام اللي بعديه رحنا لهم في الغزوه اللي وراها على طول اللي هي تبوك. اخر سؤال بقى عندنا خلاص يا زغليل، الحمد لله ازهر كده احنا خلاص الحمد لله. ما العلاقه بين التحالفات الاوروبيه وتوقف الفتوحات الاسلاميه عام 114؟ بص بقى العلاقه: ندوق اكواتين صوتي راح معلش دوك اكواتين اتكلم مع طبعا شارل مارتل اللي هو حاكم فرنسا، وقلنا ان كلمه دوك اكواتين ديت او دوك دي معناها محافظه في المكان ده يعني، واستنجد بيه. فالتاني جمع كل القبائل الفرنسيه او القبائل النصرانيه في فرنسا، وطبعا تم دعم كمان من بره نصارى من جنب فرنسا عن طريق بابا الفاتيكان، وهنا قلبها الحرب دينيه. فاللي حصل الحشد بقى كبير جدا، فحاربوا المسلمين، فالتقوا في تور وبواتيه، وطبعا عشان عندهم الامدادات قريبه والامدادات عندنا احنا بعاد، جيشهم كبير جيشنا صغير، كنا هنكسب في الاول لكن القاده استشهدوا بما فيهم عبد الرحمن الغافقي. وايضا بعد الامدادات عندنا، وايضا الظروف اللي كانت موجوده عندنا اللي هي الظروف اللي كانت قاسيه سواء في الجو البروده، فطبعا ده ترتب عليه ان هم خلاص شكرا خلصنا. واللي حصل ان الفتوحات الاسلاميه هنا توقفت بسبب الحل مين؟ العسكري، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه. احنا كده الحمد لله خلصنا. سامحونا لو كنا احنا مقصرين معاكم، احنا غصب عننا. بوعدكم ان شاء الله النص الثاني احنا هنكون معاكم من الاول برضو بامر واحد احد. امتع لكم على الابواب انا عارف. ربنا يكرمكم. اي حاجه انتم محتاجينها مني اكتبوها لي في الكومنتات. لا تنسانا باللايك وسبسكرايب، وما تنساش طبعا باي دعوه يعني زي ما انت عايز بقى تدعي لنا. والنهارده لو حصل اي توفيق فاكيد هيبقى من ربنا، ولو حصل اي سهو فاكيد مني ومن الشيطان. بشكركم شكرا جزيلا. بص انا بقول لك خلاص انا جبت اخري. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله هنلتقي مع بعض في النص الثاني، وبوعدكم ان شاء الله ان انا ههتم جدا جدا بيكم وبالكتب بتاعتكم كلها خارجيه. شكرا، هتوحشونا. سلام.